سلبها كل ما تملك، طلقها وعاود زواج لكن بمالها. يحضر معنا كذلك السيد محمد. السيد محمد اللي كان مريض، يعني مر بفترة صعيبة. خلال هذيك الفترة كتب كل ممتلكاته، كل واش يملك كتبوه باسم زوجته اللي هي أم لأبنائه الخمسة. واش دير بعد سنوات؟ تخدعه، تغدر به، تسلبوا كل ممتلكاته كذلك وتروح وترمي لاولاده. مشاهدينا الكرام حين نثريوا هذا الموضوع، لكن قبل ذلك نرحبوا كالعاده بالضيوف الحاضرين معنا في البلاتو. معنا المستشار القانوني عبد الحفيظ كورتال، اهلا بك استاذ. شكرا. نرحبوا بالشيخ شمس الدين كذلك. اهلا شكرا جزيلا. مشاهدينا كذلك نرحب يحضر معايا هنا سي محمد، مرحبا بك سيدي، والسيده فضيله مرحبا بك. نبداو مع سي محمد. أنا قلت في المقدمة بإيجاز أنه أنت كنت مريض، مريت بظروف صعبة، ظروف صحية صعبة، ما لقيتش شكون تأتمنوا على دراهمك، على مالك، على دارك، لقيت أقرب الناس ليك اللي هي زوجتك وأم أولادك، كتبت عليها كل شيء. نخليك أنت تفهم المشاهدين الكرام كيفاش تمت هذه الخيانة، هذا النصب، والآن راك تصارع. أنا أكيد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم ثبتنا. تزوجت مع امرأة في 1986 وبديت حياتي معها. خيرت امرأة تاع دين كما يقول الشرع تاعنا، مرأة تصلي تصوم تقوم الليل ما شاء الله، النعمة وما ترميهاش، كانت ما شاء الله. عشنا طحنا النظر، جبنا 5 دراري. المرأة هذه كانت عايشة معايا مشكاكة بزاف في كل شيء، ولا كنت سوسوة. شريت قطعة أرض، كنت مقاول، بنيتها لولادي. في وقت ما كثروا عليا ضغوطات تاع الدنيا، هذا بنيان، هادو خدامين، هادو حتى وليت ما نقدرش نصارع الدنيا هذه. وهي وين كنت؟ شكون جاك؟ على ما جاك؟ كيفاش راك زيد الضغط من الدار؟ وغدوه يسيجيونا، غدوه ينحونا الدار، غدوه يجيو لي زامبو، غدوه هذه وضغوطات. رحت عند الطبيب. الطبيب هذايا كان يعطيني حبوب دي زونتي ديبريسيف. شفت الحاله النفسيه، يعني كنت ماشي نفسيا ما كنتش كل شهر نروح، كل 15 يوم نروح، كل ما نلتزم الشيء نروح. ضعفت بزاف حتى وين لحقت، وين صح شكيت بنفسي باللي رزقي راح يروح من يدي. واش درت؟ واول شيء اللي درته هضرت مع الزوجه. نعم. وهي تاع دين وعطاتني عهد الله، والله يشهد. كتبت لها الدار، هذا النوع تاع خرج العقد على اسمها. كتبتها يعني بحبة خاطرك؟ بحبة خاطري، باسكو نقول كلمه، نقول لك حاجه. نعم. لو تعاود درك الدار تولي على اسمي ما نختار حتى واحد، من حق هي على 5 دراري 10. لو كانت تحب تخلص مني كانت تقتلني، دير لي شويه بوازون نموت. كانت تحب تخلع وكرهت مني كانت تقول لي بنورمال ونصيبوا حل. نعم. اليوم المراه هذيك خلعت نفسها عندها 30 سنه، ملي راحت وخلاتني في رون بوان دور ما عرفتش كيفاش ندير. يعني كتبت لها، احكي لنا التفاصيل بعد ذلك. بعد ما كتبت لها بعد ما كتبت لها التصرف تاعها تبدل. في هذيك لا بيريود ماتت يماها، انا قمت بواجبي ودفنتها. نعم. واش دير؟ كانت تروح لدارهم توجد امور مانيش عارف. نعم. حتى خرجت نخدم، عاودت وليت للدار لقيت المنزل ما كاين دواس، ما كاين فتان، ما كاين حتى شيء، دار فارغه. كي رحت ليهم قال لك خلاص ما تحوس هنا، ما تجيش دير هنا. ويعني خلال هذيك الفتره اللي كنتوا عايشين كيف كنا نورمال، ما كانتش يعني تطلب منك، ربما ما حسيتش انها ربما بين قوسين كانت طماعه في دراهمك؟ لا كانت او كونتري، كنت نخلي بالشكاير تاع دراهم في الدار، عمرها ما درت لي ظروف. أطفالك أين هما أطفالك؟ هم عندي، ولادي هم عندي. في 5 في 4. الخامسه الكبيره الاولانيه راهي عندي معها، هذيك راحت من الاول 20 سنه باش راحت عندي معها. ولكن هي اللي خلاتهم ولا انت اللي استرجعت بولادك؟ نقول لك ولادي ما حبوش يقدروا يعيشوا، ما قدروش يعيشوا عندها، باسكو المنزل اللي راهي فيه اون سول بياس. قبل ما نوليو نروحوا للدراري ونهضروا على حكايه الدراري، شيخ انت واش رايك في هذا؟ يقول لك 10 ما بيناتهم، 5 اطفال، راهي حياه كامله ما بيناتهم، بمجرد انه كتب عليها الدار لانه كان مريض سلبات داره وراحت والله أنا أخشى أن هذا المرأة تدخل في قول الله جل جلاله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذه امرأة كان زوجها ينفق عليها ويحسن إليها وهو مقاول، فتح الله عليه الخير، واحنا نعرف بلي المقاولين عندهم مشاكل.
ضاقت عليه هذه المشاكل من كل مكان من كل مكان من كل مكان، فكر لأنه رجل ضعيف، فكر باللي الحل الوحيد يكتب الأملاك نتاعو على مرته، بالك هو يموت ولا يتسجن ولا يهبل ولا ما نعرف شنو، على الأقل يحافظ على مرته وولاده. هكذا فكر. لكن المشكل أن لما كتب لها على اسمها طردته هو ودات المسكن وراحت، ربحت مسكن وخسرت راجل، ربحت مسكن وخسرت أولادها. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الإنسان كاين بعض النوع تاع الإنسان كي يستغنى ويفتح عليها ربي ماشي يزيد يتواضع. هو المنطق المفروضة لما كتب لها الدار على اسمها هي واش تقول صافي هذا الراجل او يحبني او يثيق فيا، التم زيد تشد فيه، زيد تتمسك به، وزيد رجل مريض كما قالوا اعترف لك وصاب يعني دليل ما عندوش صديق ولا صديقه كما يقولوا الان. هي كانت عندها شكوك وشكوك او بين لها باللي الملك نتاعو كتبوا له، وان كان يعني انت درت خطا، ولكن احنا ماناش اليوم اللي نجي نقولوا درت خطا ولا اصبت. من اي ناحيه الخطا شيخ؟ دار خطا لما كتب لها المسكن على اسمها، لانه اذا كان يخاف الموت خليه يموت ويورثه الورثه وهي تورث مع الورثه. اذا كان خايف يتسجن واحد ما حيخرجها من داره يعني. لكن هو فكر هذاك الوقت، احنا ما نحاسبوش كما راهو الان، نحاسبوه بهذاك الوقت كان فيه هم، والهم يغمض العينين ويولي ما يخممش مليح، وكان مريض. صاب الحل الوحيد يكتبوا على مرته في باله. في بالك وشنو نتايا؟ في بالي شوف انا ولادك ما يضيعوش وخلقنا ازواجا تسكنوا اليها. نعم. وانا كي ما نسكنش عند زوجتي وما نحكيش لزوجتي اسراري ومرضي وهمي، شكون لمن؟ لا انت احكي لها، ولكن كتبت لها المشكله. معليش كي كتبت لها انا قصدي باش نكرمها وغد وقت ما يصرى لي راه هي المسؤوله امام الله ولادها. واش دارت هي؟ قعدت 7 شهور العقد على اسمها، 7 شهور، وهربت من الدار ودات كل ما عطيته لها من مال ورزق. هربت من الدار اللي مكتوبه على اسمها، اللي مكتوبه على اسمها هربت منها، فرت من المنزل ورحت لدار يماها في هذيك. غرتها الدنيا. يعني هذا المرأة ما تصيب اختها تنباها، ما تصيب جداها خالتها يماها خالها عمها. يعني هذه العائلة كيف توافقون على هذه المسألة؟ يعني دار تكتبها على اختها وهم يعلمون بلي هذه تاع زوجها وتاع اولادها وتاع المستقبل نتاعها يعني. والقانون واش عنده يقول؟ لا احنا اولا رانا نهضروا في غياب الطريقه تاعك، يعني ما كانش حق. الان باش نمدوا حق ونكونوا موضوعيين كان من المفروض نسمعوها حتى ايضا هي تقول، على الاقل نسالوها على السبب، يعني خلات دار وخلات زوج وابناء وتروح تسكن في غرفه. يعني ممكن تكون اسباب، ممكن جدا تكون كاينه اسباب هي الوحيده اللي تشرحها. نعم. ولكن سمعتك تقول بانه بين الازواج يجوز الرجوع في الهبه. لا يجوز الرجوع في الهبه. انا قلت قالوا لها لي زافوكا. لا حتى القانون واضح. الرجوع في الهبه، الهبه هي عقد انك تمد الانسان شيء ملك تاعك بدون مقابل، واسمه الهبه. انت هبه يعني محبه خاطر. ولكن بين الزوج وزوجته لا يجوز الرجوع الا ما سمح به القانون، لانه الوحيد اللي عنده الحق يرجع في الهبه هو الاب والام مع الابناء تاعهم. لماذا؟ لانه يقدروا الابناء في اخر العمر ينحي الاب تاعه ولا الام المسكن ولا اي شيء عقار ويطردوا. القانون او المشرع باش يحافظ باش تبقى العلاقه يخلي الاب والام يرجعوا. ولكن المفروض ايضا علاقه الابناء بالاباء هي نفس علاقه الزوج بالزوجه. ممكن الزوجه يعني انا نحير كيفاش يسمحوا للاب والام يسترجعوا من الابناء تاعهم وما يسمحوش للزوج او الزوجه يسترجعوا. نفس الفكره يعني الابناء يستلبوا الاباء تاعهم في اخر العمر، والزوجه ايضا يعني مع زوجها، لانه اصلا ما كانش لا يحاسب الزوج والزوجه على السرقه، ما يتحاسبوش على النصب، على كثير من الاشياء. ولكن كيفاش في الهبه لما زوجها تسلب زوجها كما تحكي انت بالنيه عقار ومن بعد كلمه يحب يعاود يسترجع يقول له ما عندكش الحق، كاين فقط بين الاصول والفروع. هذا ايضا شيء غير منطقي في القانون. نبي نسالوا اذا تسمح لي، الزوجه تاعك لما كانت عندها شكوك كما قلت، نعم، انت مقاول، كانت عندها شكوك بلي عندك علاقات نسويه ولا شكوك في المستقبل كما قلت الضرائب والمشاكل؟ دوك نقول كل ما قلت شكوك في النساء، هكذا شكوك في الضرائب،
شكوك من علاش كل الجانب. حاجة علاش اللي سالتك؟ خلاتها لان اللي خلاتها نعم. شوف انا ليومنا هذا راني نسال نفسي الشيء حتى والشيء اللي درته انا نعم. ما كنتش في عقلي. انا ما كنتش في عقلي. يعني كان عندها ولو نسبة أنه كان عندها عندها الحق. نسبة. نعم. وبالكوارت اللي كانت تبعتهم العارضات للمحكمة باش تخلع نفسها مني وتطلق مني، كانت تقول لهم هذا السيد مريض مهبول يدير. وصح أنا كنت مقلق، إنسان أنا طومبيرامون تاعي مقلق، بصح مقلق ماشي مقلق تاع عنف ولا أي إنسان نروح له شي هذا. نعم. يا شيخ عندي انا علاش سالتك؟ لان الشك لما يدخل بين الزوجين الشك يدمر كاع من العائله. أول يوم. يدمر احنا رانا نحوسوا الاصل الأصل الشك. عشان نقدروا نقولوا هذه ما غرتها الدنيا كذا، ولكن لا ما تحوش الدنيا. هذه اذا دخل الشك بين الزوجين يدمر العائله. نعم. المرأة هذه يمات ولادي مهما نتكلم عليها الناس كانوا حاسديني فيها. الناس حاسديني فيها. واش الشيء اللي خلاها تدخل الشك؟ المحرشين يا استاذ الحرش. هذا كلام لعله صحيح. الحرش انا شفناه، انا عملنا وطلع وهبط ودار وصنع هو مع فلان ومع فلان انا مقاول. كل هذا نعم محمد. وكيفاش كانت الصدمة تاع هذه القضية عليك؟ عليا انا تأثيرها نقول لك خممت نقتل روحي. كيفاش عشتها كذلك؟ خممت نقتل روحي تصابني موطات الضاله. لا حول ولا قوه. قعدت نخسر في روحي نرمي روحي من الضاله. جات بنتي هذوك راه 22 سنه. استغفر الله. لا حول ولا قوه الا بالله. قالت لي بابا لم تخلينا. هبط غدوه من ذاك خممت قلت الطريقه هذه اللي راني نحكمها مع ولادي انا واعره بزاف. كانوا كاع صغار 5 سنين. كيفاش عيشتهم؟ كيفاش كبرتها؟ عامين وانا فام دو ميلاج. بعد كل شيء ما عندي حتى وين نخدم كلونديستان. وانا بعد ما كنت في العز كنت في لاباس العز. بيك كنت ماهوش المال انا عندي هو الاخر في الدنيا. كنت نراهم بعينيا. طيب لهم انا، غسل انا، فرش انا، نقضي انا، في المسجد نذبحهم انا، في ليسي انا، الصيام انا، الطفل الصغير طهرته انا. واش نقول لك وين يروحوا معاهم؟ الكبيره راهي تقري في الجامعه. الثانيه راهي ان شاء الله في مدرسه القضاة. يعني ينجحوا كلهم. الثالثه راهي بيولوجيست تروزيام اني. الله يبارك. الثانيه راهي دوزيام اني تفك. والاولاد الاخراني كاع 5 سنين الحمد لله والحمد ربي. هذا العام يجوز الباك. ان شاء الله ربي ينجحوا كذلك. ينجح ما عنديش هذاك شك. هو نجاحك وهذيك هي الفرحه نتاعك. وهذاك الشيء الحافز اللي خلاني انا دوك نوقف وجو دينونس. انا مش محتاج الدار. الدار الاخرين يستنانا باش يستنانا هنا في القبر. قلت لها يا مراه هيا الدار اللي غراتك وراكي مغرد هيا بيعيها وقسميها لولادك. خليهم يشوفوا حياتهم. ماني قادر نزوج بنتي، ماني قادر نزوج وليدي، ماني قادر هذه تريب قدامنا الدار هذه ما قادرين نديروا والو فيها. وكان جات على اسماء نرفد روحي وانا نروح وخصكني مع ولادك. ماشي سهل صحيح. ما نقول لك 12 سنه وانا في الحلول ولادي ولاو مرضوا من الشيء هذا. قالوا لي راحوا نكروا ايار. محمد قدر يخرج من الازمه هذه، من الصدمه هذه، مازالك تعيشها ولا انا فاهمك مليح. الصدمه هذه نسيتها. براتيكمون نسيتها. انا مخليها لله. من يتقي الله يجعله مخرجا. واليوم راني نخدم والحمد لله راني مع وليداتي كي يشوفهم ديجا قدامي والناس تقول لي ما شاء الله واش ربيت. والحومه كاع والناس كاع تشهد. وكيفاش حتى الاولاد فضلوا انهم يقعدوا معاك وما يروحوش عندهم معاهم؟ تو سامبلومون. لحد الان مازال لهم معك؟ لا لحد الان. وجبت مرت اب تزوجت. نعم. وعندي مرة ثانية وعندي 2 بنات معاها. عندي شهر ما شفتهمش. من المشاكل هادو هاد دوزيام فام جبتها هما خطبوها لي وكانوا كي خوتهم وكلهم تشربهم معاهم كل شيء. عندها 3 سنوات بدلت كومبليتمون. يعني بدلت كومبليتمون. حتى الزوجه الثانيه يعني يا ودي ما شنو نقول لك. هاي دوموندات التطليق واني نستنى في التطليق وان شاء الله بربي ان شاء الله ما مادو دراري زوج اللي ما عندها. يعني عارف بلي ما ربش يعني استغل الفرصه محمد ولو تحدث طليقتك واش تقولها اولادك؟ شو الله يهديك. يمات ولادك 5. الله يهديك. الله يهديك نموت وما ندول. كاميرا مقابلاتك كذلك محمد واش رسالتك نداءك؟ كل واحد يتقي الله. ربما كان الازواج هذوما كل واحد يتقي أكيد الله. رسالة ينحوا للأزواج. المال من الطريق، ينحوا المال ما كاين والو في الدنيا. المال ماهوش هو كل من عليها فاني. الله يرحمك والله. نخلصوا غدوه نموت دوك نخرج انا نوصل داري بالك نموت بصح نموت سالم. نموت معليش يدولي كل شيء وعد ربي ندي كل شيء. وعلاش حبيت تجي اليوم فتحت لنا اليوم قلبك؟ حبيت نجي لهنا باش ندير الميساج هذا.
انا ماشي القانون اللي نحوس على القانون ولا نحوس على الدين، نعرف كل ديني، مثال ربما. نعرف ديني. يا ناس ما تخلوش ولادكم يرحم يديكم، باسكو امانه، واعطينا الامانه على الجبال فابى ان يحملنها وحملها الانسان انه كان جاهلا ظلوما. حنا ظلمنا انفسنا، حنا حكمنا الامانه، والامانه ماشي غير كلمه، ماشي غير تربيه، هي عطاء، حنان، هي موده، وهي طيبه. صح انا كنت مريض، بصح انا بعقلي الحمد لله. نعم ونشكر شكرا. الله سبحانه وتعالى. تفضل هذا درس. شيخ. نعم. سمعتوا بالعنف الاقتصادي في القانون، العنف الاقتصادي يحكيوا وسمعنا في الاشهر الاخيره يقصد به الرجل، يعني الرجل الذي ياخذ اموال المراه. نعم. الان القانون كيفاش هذا الانسان هذا كيفاش يقدر يحكي عن عنف اقتصادي؟ في القانون ما عندوش حق، لان القانون منطلق من ان الرجل هو الذي ياخذ اموال المراه، نعم. ولا يوجد العكس في اتجاه واحد يعني. في اتجاه واحد. الان نحن امام حاله القانون ما يحكيش عليها وغير موجوده في قانون العقوبات. يعني العنف الاقتصادي هو المراه التي تاخذ، الرجل الذي ياخذ اموال المراه وليس العكس. لأنهم قعدوا قاعدة أن العنف لا يكون إلا من الرجل إلى المرأة. ما جاش في بالهم ولا ما حبش يجي في بالهم باللي يقدر يكون عنف من المرأة تجاه الرجل. الدرس اللي ناخذوه من الأخ محمد أن الإنسان ولو يعني يمرض ولا يضعف ولا علاه يروح يكتب أملاكه على مرته، ولا ماشي لازم مرته على بنته ولا على أولاده، وهذه أيضا مشاكل في العائلات، مشاكل. احنا ماذا بنا انسان ولو عندك املاك الله يبارك، صح المسكن تاع الزوجيه كما يقولوا، خليه على اسمك يا اخي، انت ما حاوزتهاش. انا نلاحظ انت ما طلقتهاش، كنت مريض يا شيخ، وانت مريض. كي نجي نقول نقول لا، كي نجي نقول لا صح. نقول حسنا نسال الاستاذ. شيخ هل فقدنا الثقة ربما فيما بين الأزواج؟ راح لا الثقة. نسال الاستاذ هل تصح الكتابه الانسان مريض؟ واحد مريض راك تقول كنت مريض، ما عندي كوارتي ملي كنت مريض. يقدر يكتب مسكن. لا تصح، ولكن الموثق كي يدخل عنده انسان مريض باش يكتب له او يبان على الملامح تاعو بانه مريض، في الحاله هذه يطلب من الاهل تاعو يقول لهم جيبوا لي شهاده طبيه، لانه في العقد يلمح ويذكر ويحدد بانه كان في كامل قواه العقليه. اذا شاف عنده نوع من الامراض الظاهره نعم. يطلب من الاهل يقول لهم جيبوا لي شهاده طبيه، انا ما نقدرش هذا الانسان يكتب له، ولكن في عقده اذا راجع العقد تاعو يوجد هل هو دار العقد في كامل قواه العقليه ام لا. اذا فتحنا الباب انني ما كنتش في حوالي العقليه، اذا كل الناس يكتبوا يعاودوا يدوروا عام من بعد يروحوا يقولوا ماكش في حوالي العقليه. احنا نعطيو الحكم اخ محمد شرعا اذا كنت مريض لا يصح هذا التنازل. واحده. ثانيا الدرس الثاني ونعطيك الكلمه، الشك اذا دخل بين الزوجين راحت الزوجيه. صح. وين العائله؟ المراه لما تبدا تشك في راجلها واش درت واش قلت واش كاين، وهذا اذا دخل الشك ولا كذلك حاجه اللي ننبهوا اليها، ما نلوموش المراه فقط، الراجل ما يديرش اشياء اللي تدخل الشك ثانيك. ولكن كيفاش نقضيو على هذا الشك الشيخ؟ هو الوفاء والمحبه. لما يكون وفاء بين الزوجين خلاص درتي راجل ودرت مراه تكون وافي لها وتكون وافيه لك. ثم المصارحه وراه العيب ان رجل ولو مقاول وعنده علاقات يطلع الزوجه تاعو على العلاقه تاعو، تولي على بالها واش كاين، هي عارفه واش صاي. ولكن راجل يرقد وينوض على 3 تاع الليل يروح يتليفون يبدخ بها في صال دو بان، هنا تقدر يدير شك. شكوك. نعم. راجل صحابه يكتبهم اسم نسوي، الانسان اللي معاه يكتبهم اسم رجل، ولا المراه كذلك. بمعنى يعني عليكم ان تقتلوا الشك بين الزوجين. شكون اللي يقتلوا؟ الوفاء والصدق والمحبه. نعم. وهل نديروا النية والثقة؟ لابد من نيه وثقه، ما كان زواج بلا نيه وثقه. انت باش تقدمت لها هذه المراه سقسيت عليها عجبتك عجبك مالها، رحت خطبتها عقدت عليها جبتها عروسه كورتاج الورد فرحان زغرتوا عليها، دخلت لدارك بالنيه. هذه على دخلتي لدارو بالنيه. نهار طاح وحصل ولا رايح يهبل خمم يكتبها يمة ولاده 5 دراهم ماناش نحكي وعنده طفل ولا زوج. نهار كتب لها على اسمك رحتي كتبتيها على اختك. محمد سؤال اخير ليك. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللي عندك 8 سنين ما شفتهاش، نعم. ربما يتشوف فيك، واش تقول لها؟ تكلم معاها، شوف استغلها كفرصه. بنتي هذه الكبيره، هذه بنتي شنو نقول لك باختصار فقط من فضلك محمد. شنو نقول لك، خطبوها غير ما حضرتش ومانيش عارف. هذه حاجه. كيف فتحوا عليها؟ مانيش عارف. لا ادري، لا ادري ما يفعلون. انت الولي انت شرعا. وليدي خطبت له انا وفتحت له انا، يما ما حبش تحضر. يعني راني ندخل في مأساة. عيطت لها تحضر؟ عيطنا لها وعيطنا لها وبكى لها وكذا.
نفهمك المأساة راهي تزيد تكمل، راهي تزيد. نعم. وفي الكلمه الاخيره واش تقول؟ اخي واش نقول لك الله يهدينا. نعم. الله يهدينا، الله يهدينا ان شاء الله. الله يهدينا. نروح محمد مع هذا الفاصل الاشهاري مشاهدينا الكرام، بعدها حنتواصلوا مع السيده فضيله اللي سبق لي وقلت انه زوجها استغل شبابها، شقى عمرها وسلبها كل ما تملك. اذا فاصل ونواصل. مجددا بكم، نروح مباشرة نرحب بك سيدة فضيلة، مرحبا بك معنا في البرنامج. قلت أنه سيدة فضيلة شقات، خدمتي وعييتي، كبرتي ولادك 3، درتي ثقة كذلك في زوجك اللي قاسمك همومك وقاسمك أفراحك، اكتشفتي في الأخير أنه دالك كاع واش عندك، دراهمك، كل حاجة، كلش. عاود زواج بعد ما طلقك. تفضلي احكي لنا حكايتك. أنا زوجت في سنة 1973. عرفته هو في هنا، عرفته في لافاك. كنتوا طلبة ربما؟ Voilà, étudiants. Voilà. On s'est mariés, après voilà, donc on s'est mariés en 1973. كيفاش وقفتي معاه؟ ما كان عنده والو؟ عاونتيه فينانسيغمون؟ عاونته، كان ما عنده والو فينانسيغمون. حل كنا ايتيديون، بعد راح العسكر كي خلص دار سيرفيس ميليتير. انا كنت في دار عند مواليه، ومن بعد ولا جا خدم هنا في لا فارماسي سونترال لا بي سي ا تاع الجزائر. نعم. وانا كنت نخدم في سبيطار كيف هو سيده لي وانا سيده ليا. جبت ولاد معاه وحل فارماسي. فين سكن؟ يعني ديجا قبلتي انك تعيشي معاه في دار في شومبره واحده؟ كنا هنا. باباه اللي خلانا كان عنده بيت ستوديو. كنا مازالت كيما صغار. دونك وانت حالتك الماديه كيفاش كنتي؟ كنت في داركم؟ في دارنا كنت ايزي يعني؟ ايزي، نو سومي فامي ايزي جوستومون. كنتي ماديا يعني؟ نو 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 جو مونكي دو ريان. كنت عايشه مليح بكا. مالغري تو سا قبلتي به؟ مالغري تو سا قبلت نسكن في بيت خاتم ما جابوليش باش خديته ما سان ريان كوا، il avait rien du tout. حل فارماسي، عاونوه خوتي باش حل فارماسي، كان ما عندوش خوتي اللي حلوا له. حل فارماسي كان يعني خلاص عنده دراهم، عنده دراهم، مصدر رزق. جوي انا كنت نخدم في السبيطار، خلي فوالا. وهذه بيناتنا قال لي بالفم، يعني درت له كونفيونس، قال لي انت عندك شهريه نواسيو نصرفوها، وانا عندي حليت لا فارماسي، ديك دراهم نحطوهم دكوتي ومن بعد نشريو. كنتوا تدخروا؟ نبري فوالا تاعي دراهمين نحطوهم دو كوتي كومون دي اون فا اشتي ولا اون فا كونستروير. امنتو. هو ملتم بدا يخدع فيك ربما؟ ملتم انا ما على باليش، كان حسابات، هذا ماشي مخ اللي عنده ماشينه كالكولي في راسو. الوغ كنتي تصرفي بلا ما تحسبي؟ انا اللي كنت نصرف على الدار. رحتوا بالنيه عندنا هكذا اللي عشنا احنا في دارنا، ما كانش الخدع. نعم. الشيخ كسؤال، هل اولا يجوز للمراه انها هي اللي تنفق على دارها حتى لانه زوجها يخدم لاباس به، وهل هي اللي تنفق؟ هو اللي قديم. نعم. أنني فهمت من كلام الأخت الكريمة أنها اتفقت مع راجلها، هو قال لها دراهمك نعيشوا بهم ناكلوهم، ودراهمين نخبوهم باش نبنيو، باش نديروا بهم مستقبل. صح، هذيك هي. في النهاية خرجت المرأة لا دراهمها ولا دراهمه، لأن هذا رجل خان الأمانة. راك تسمع، راك خنت الأمانة، وراك كذبت على المرأة، وراك كليت لها دراهمها. الشريعة واش تقول؟ اسمعوا، الشريعة واش تقول؟ نفقة المرأة على بيتها حق، ماشي واجب، حق. المرأة حقها، حبت محبة خاطر كما نقولوا، محبة خاطر، هي حبت شيء ثلاجة الله يعاونها، ما عندها دراهم، ما حبتش دراهمها. شعل من المرأة، ها هي وحدة منهم فحلة، كي راجلها قال لها يا ودي تعاونوا، انا ازواج صغار جدد، بابا عطانا بيت في دارو، شهريتك ناكلوها وشهريتي نخبوا نفتحوا صيدليه، وبالدراهم تاع الصيدليه نبنيو فيلا ونبنيو. صدقاتو راجلها، كيف ما تصدقوش؟ ما لازم تصدق راجلها، ما عندهاش فيها صالح حيله، ما جاتش من عائله تاع كذب وحيل. قالت راجلي صحيح،
في النهاية طلقها بعد ما كلا دراهمها. نعم أكيد صح. ولذلك هذا الرجل قد جمع بين خيانة الأمانة وبين الإثم تاع موتو تنفق عليه، تاع موتو تنفق عليه. يعني الآن حبيت نعطيه السؤال باش يسمعني الرجل. هو لما قال لك دراهمك ناكلوهم ودراهمي نديروا بهم مستقبل، كان ياكل في دراهمك ومن بعدها بدراهمه هو راح تزوج ودار مستقبل. لازم يعرف اللي الدراهم اللي بنى بيهم ولا دار بيهم مستقبل ولا تزوج بيهم راهم جزء من المال تاعك، لان ما كانش ممكن يخبي لو كان ما كنتش تيات تعاونيه. دوكا اكزاكتومون فوالا. وي بيان سور. واش بالدراهم يكون عنده لو كان ماشي دراهمك اللي عشتوا بهم؟ انا اللي كنت نقضي بالدراهم، انا اللي نطيب انا كلش. هذا رجل قد ظلمك وما حكيتيناش في النهايه طلقك ولا واش وقع؟ جبنا التراب، انا جبته ستادير راجل اختي اللي جاب لي التراب، قال لي فوالا ولا حبيتو كاين ان لوت تيغان تاع المينيستير دو كوميرس، انت راك في بيت ولا حبيتو قلت له وي باش نبنو. فوالا درت كونفيونس ما حطيتوش على اسمه هو كيفاه، وبنينا من بعد بنينا. على من كان الاسم والتراب على من درتيه؟ هو عليه هو كان باسمه. لا عليه اسمه، انا درت شكون اللي شرا؟ كونفيونس. شكون خلص التراب؟ هو اللي خلص. وي مي قالوا لي انا مال اخوتي قالوا لي اشريها انت حطوا على اسمك، قلت له عيب انا عندي راجل ما نحطوش عليها. مي هو كان عنده سيده اللي ديجا حل دوك شرا ديك التراب حطوا على اسمه. مي انا اللي كنت نصرف على الدار. انت اللي بنيتي. خليني نفهمك. شوفي انت لازم ما تلوميش روحك، راكي تفهميني بالدارجه واش راني نقول. تحبي ندورها فرنسي؟ ايوي ها انت لازم ما تلوميش روحك علاه، لانك انت مشيتي معاه بالصدق والنيه. بس انا رحت بالنيه. دوكا كاين قطعه عاود انت ما تجيش فاسك تقولي نكتب على اسمي، حسي شغل عيب. عيب ولا كاين ضا ما تجيش فاسك تقولي صايره الان هذه المساكن اللي تمدها الدوله البيبي وهذه صايره الان هذه القصه. انت مراه جزائريه ما تجيش فراسك شغل رايحين تشاوروا قطعه تقولوا لا اكتب شغل تقولي لي ندخل في الشك بيني وبين راجلي. والله غير شرفتي التصرف المنطقي العاقل، لكن هذا الرجل يعني ظلمك لان ما يجوزلوش ياكل اموالك. اسمح لي الشيخ. نعم ولكن الشيخ ايضا ما نقدروش نرغموا راجل انه يعيش مع امراه بالسيف ابدا. لا ابدا، لانه احنا هذا السيد هذا غير موجود، ولكن ما نعرفوش اسباب تاع الطلاق تاعو ولا اسباب اللي عاود عليها الزواج. ولكن ايضا ثاني ما نقدروش نقولوا للمراه تعيش مع راجل 10 سنوات ولا 20 سنه ولا 30 سنه بعد الطلاق تقول له رجع لي واصرف في الدار. لو كان تبعت كلامي استاذي انا ما تكلمتش كاع على الطلاق، تكلمت على المال اللي كلاه لها. ما تكلم انا ما جبتش كاع موضوع الطلاق على طلقها. هي في الاول والاخير حياه مشتركه، يعني تقاسم حياه، هي شراكه، هي شركه. الان انا نسمع بانه هذه القطعه التراب اللي بنى عليها الدار خلصها بامواله، ما يهمش الامر. يعني اموالها اشترك كاين اموالي باش كان لا هي اموالي ثاني اموالها وشكون اللي كان يبني؟ نصرف على الدار 40 دونك سنه الدراهم يوليو نخبيو. هو صح بيني وبينك 40 سنه كي تقولي 40 سنه. لو كان نقولوا كنتي تاخذي غير 3 ملايين في الشهر 40 سنه راكي عارفه يطلع شاطر. بعد بنينا بدا جبنا التراب وكنت نعس شاك فوا يقول لي قريب نبنيو نبداو نعس. عسيت والو. عندنا تراب في سنه 1984 وهو بطا في البنيان ما على باليش وعلاه. ودروك على بالي دروك قالوا لي بس كان عنده مرة الأخرى كان يصرف عليها. ما كانش يصرف عليها هذاك ما يصرف كان ما قالت لي كان خلي نحطو بكوتي بنا دابور في دارهم. هذا المرأة الأخرى مزوج بها ولا في الحرام ولا واش؟ لا دروك اللي جاتني 30 سنة من بعد اللي قالت لي جات عندك المرأة هذه؟ قالت لي قالت لها واش كاين بيناتكم؟ قالت لي فتح معايا في 1996 فاتحة يعني جا الإمام فاتحة معها وكان ما على باليش لا أنا لا ولادي نعرفها كانت تجي عندي تاكل عندي حبيبتك. لكن سيدة فضيلة 42 سنة انتم كيف في الآخر لحظة اكتشفتي أنه تزوج عليك كلا لك دراهمك، كيفاش عشتي كل هذيك الصدمة هذيك كيفاش تلقيتيها؟ Oui, je m'occupais de mes enfants, c'est tout. Il m'a laissé tomber pour ainsi dire.
أنا في 1000 كي زاد الأخراني 1884 قال لي أنا فوالا ما دي اكزاكتومون جو سوي فيو. واش معناتها جو سوي فيو؟ ايه واش معناتها كان علينا 35 سنه. قال لي سي موا جو سوي فيو. انا كنت في البيت ساكنين في البيت. انا معناتها قلت راه زوج بزاف زوج صغير ولا ما على باليش. وهو كان عنده مراه واحده اخرى. كي قال لك جو سوي فيو كان متزوج يعني. ما ليسي طومبي بوغ انسي دير مي دير ما على بالو لا بيا لا وشنو هي الحاجه اللي خلاته يروح لمراه واحده اخرى؟ ابخي لا، كاع لا. واش درتي له لا ما درت له والو لا غايه دو تو. راني هنا يجي يقبلني جوستومون. علاش ما جاش يقبل؟ ما كنت كذابه. ما كنت ندير كلش. واش راكي تطلبي اليوم؟ علاش جيتي؟ جيت وكان انا حبيت وكنطلق نورمالمون كيما الناس كاع. انا سكنت هنا في الجزائر وعلاه كي طلق قالوا انا من نهار تزوجت في 1973 انا ساكن في دار بابا في البلاد. هي واش النقطه تاعها؟ النقطه تاعها كان لابد من تبليغها في المسكن الزوجي بقضيه الطلاق. رفع عليها قضيه الطلاق وعملها العنوان تاع الاهل تاع الاب تاعها. وانا جامي سكنت هذا في دار خرق بابا للقانون. عمري لا شوفي هذا خرق للقانون. الماده 40 من قانون الاجراءات المدنيه فوالا تتحدث عن الاختصاص باش نبسطوا الاختصاص الجغرافي. بمعنى المحكمه المختصه باش تشوف اي نزاع في قضايا الطلاق هو المسكن مقر المسكن الزوجيه. يعني تسكنوا في مثلا تسكنوا في بني مسوس. المحكمه هي محكمه بير مراد رئيس التي تنظر في الاختصاص. انتم ما سكنتوش في برج ملايين. محكمه برج ملايين ما عندهاش ولكن المشكله انه لما يرفع عليك دعوه القاضي ما يقدرش يعرف. القاضي ما يقدرش يعرف انك تسكني في بني مسوس في محكمه برج ملايين. والحضور تاعك ماهوش وجوبي باش تحضري لانه الصلح يندار مع الزوج او مع الزوجه اللي يرفع الدعوه. ليس شرط حضور الطرفين بعد عده محاولات صلح. الان القاضي تاع برج ملايين دار في راسه المنطق يقول بانك تسكني في برج ملايين لانه العنوان تاع برج ملايين. خاصه اذا كان تكلف بالحضور استلموا الاب تاعك ولا اخوك ولا المفروض غير يستلموا التكليف يخبروك. يخبروك كي يخبروك تروحي للمحكمه تاع برج ملايين تقولي انا ما نسكنش هنا وتدفعي شهاده اقامه تاعك في بني مسوس وتدفعي اي شيء. يخبروك لما يروح للمحضر القضائي الويسي جوستيس يروح لداركم يروح عند باباك وعند يماك عند خوك في العنوان تاعكم. ما بعث لحتى واحد. انا كي قال كنت في فرنسا جوست عند ولادي عيط قالت ما لا تليفوني مع في lui a dit voilà je veux divorcer fin نوفمبر. قال انا 31 ديسمبر لازم نطلق. كان على بالي نورمال هنا يبلغ لهنا. كنت هنا من بعد جيت هنا نعس لا كونفوكاسيون ونعطي لا كونفوكاسيون باش نروح نوقف معاه. ما ما والو. ولكن دخلت لا فيلا دخلتها en 2004. دخلتها en 2004 هبلني خلاني حتى سقمتها. ويدخل شربان يشرب الخمر يشرب ويسيب لي سبايب تما طيشني ما ميز على بورت. يقول لي واش راك دير هنا؟ روح لدار باباك. وكيفاش فاضله كي تقولي لا فيلا كيفاش انت خدمتي وصرفتي بنا اون فيلا ومن بعد انت حاوزك منها خرجك منها وجاب واحده اخرى صغيره عليك وراهي عايشه ندير لك واحد هذا من بعد. وعلاه قال بنتو نطلق جمنا ديسمبر نطلق باسكو حب يجيبوا واحده اخرى اون تروازيام. سي لا تروازيام. لا دوزيام هذيك ثاني كان ساكن عندها. الي جون هذه صغيره لا تروازيام. الي تري جون. الي جون على لاج دو سافي. الناس اللي قالوا لي راهي عايشه في الفيلا اللي انت بنيتيها. عايش في داري وفي قشي. خلاص انا كي قلتي لي هذا الرجل يجي سكران لبيته انا عارفنا العقل تاعو واش فيه. هذا ابخي ما قالها جو سوي فيو عاود تزوجت للخطره. Il m'a dit je suis vieux à l'âge de 35 ans. Et lui il avait une autre femme. Ce qui fait qu'il m'a délaissé. Mais moi je m'en foutais, j'avais mes enfants, je m'occupais de mes enfants seulement. هذا رجل على حسب واش فهمنا انت تخدمي عليه وواحده اخرى ساكنه عندها وحده مسكناته ووحده تخدم عليه ويا دار الثالثه واش ثانيك. فهذا الذي قلنا هذا انسان ظالم. هذا من الظلم. انني خايف عليه يعلم الله لان 40 سنه هو ياكل لك في دراهمك. ما يخافش من 40 سنه. الموت الناس كاع يموتوا غير هو. ولكن شحال عشتي معاه؟
شحال عشت 40 معاه؟ سنة. ولكن 40 سنه هو كان ايضا يشرب الخمر، كانت الامور عاديه ماشي بيناتكم، ولكن لما يطلق كان يعني فقير هذاك الوقت. لا كان لا، لا. فقير، كان يسكن عند باباه، عطى لهم بيت. بيت. كلا لا، إن الإنسان لا. لا من يطغى أن رآه 73 من استغنى. اسمع نقول لك، لما فد روحه ماليا ضاع 73 عليها. انا في البيت. كاين واحد الفكره غير محببه اه. في المراه الجزائريه ولا الرجل الجزائري، يعيش معها 40 سنه ولا تعيش معها 40 سنه، كي يطلقوا يبداو يحكوا على بعضهم، هاو كان يدير. لو كان ما طلقوش واستمرت الحياه ما يهضروش. على الأقل يبحث حاجة لا، زعما. كاين حتى اللي زوجها يسرق ويجيب لها المال ما تهضرش، ولكن لما يطلقها تبدا تقول كان يسرق. نعم. بس كي كنتي عايشه معاه ما طلقكش، لما تقوليش كان يسرق. السنة يقول لك فكرني واسمك. فضيلة. فضيلة. كان هذا كان فقير ساكن في بيت عند باباك، كي عاونتيه وفد روحه دار صيدلية ولا عنده دراهم الفيلا جديدة لازم لها مرأة جديدة. نعم. واش تقول هذا لنا ما في كان. الختام سيدة فضيلة؟ واش تقول لنا كلمة أخيرة؟ Moi, j'ai été trompée. Je n'en reviens pas justement qu'il ait divorcé de cette manière, c'est tout. كان سوء تطبيق القانون في القضيه تحل، لانها علمتني بانه حتى في المحكمه العليا دارت طعن في حكم الطلاق على اساس انه غير مختصه محكمه برج ملايين، ولكن ما عطاوهاش الحق. ونظن انا انه خطا في تطبيق القانون، لان الماده 40 واضحه، خاصه اذا قدمت ادله بانها ما تسكنش في برج ملايين، تسكن في بني مسوس. المفروض هذا الحكم ينقض من طرف المحكمه العليا. شكرا جزيلا أستاذ محمد. واش تقول لنا في الختام؟ الله يداوينا ويشافينا من الامراض هذو، كاع نموتوا نعم. غدوه كيفاش نقابلوا ربي برك. Oui. هذا ما كان باش نقابلوه بهذه العداوه عيب. Moi, c'est quelqu'un qui est حسكم sans صح foi يا ni مسلمين loi. صح، حسبنا الله ونعم حسكم الوكيل. احنا الصح مسلمين. الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا اللي أنا نقولها، الظلم لازم نحاربوا الظلم، جاء من رجل ولا جاء من امرأة. ماشي يجيو يديروا لنا قانون يعني نظلموا غير الرجل ونخلوا المرأة، لا، هذا رجل ظلمته امرأة، هذه امرأة ظلمها رجل. أنني حبيت نقول حاجة لزوجك إذا ويسمعنا، والله لازم تخاف على روحك، لأن الظلم ظلمات. وسيدنا رسول الله قالنا أوصيكم بالقوارير، المرأة الضعيفة، يعني تصور 40 سنة وأنت تاكل من مالها، ووقت وجد في دراهمك باش تبني فيلا وتجيب مرأة جديدة، في النهاية تطلقها وتدخل صفر اليدين. يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. شكرا هذا شيخ. يشرب الشراب ودار هكذا، واللي كانت تصلي وتعبد ربي ليل ونهار ودارت حسبنا الله هكذا. ونعم الوكيل. غرتها المادة هذه. ما غردتش الماده ولو كانك قردتها معليش، هي مدتها. المادة هي مدتها. نشكركم. كلا إن الإنسان لا يطغى. نشكركم كثير. نشكركم، يعطيكم الصحة اللي جيتوا معنا وحكيتوا حكايتكم وكنتوا مثال وقدوة كثير من الناس، كثير من الأزواج. كاشي ولا طابو نعم. هذاك طابو بزاف بزاف سكتنا صحيح. 12 سنه وساكتين. يعطيكم الصحة، شكرا الله جزيلا. إذا مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى ركن ويبقى الأمل، لكن بعد هذا الفاصل. إذا عودة مجددة بكم مشاهدينا الكرام في ركن ويبقى الأمل لسهرة اليوم. تحضر معنا خالتي شلبية اللي تبلغ من العمر 88 سنة. خالتي شلبية اللي راهي تعيش حياة مزرية، راهي تناشد كل السلطات، هي وشيخها يعني زوجها اللي يبلغ من العمر 94 سنة. خالتي شلبية عندها طلب واحد، راني حابة قبر ليا والشيخي في هذه الدنيا. الزميلة إيمان جوادي تنقلت لديار الشمس، نقلت لنا وراهي عايشة خالتي شلبية ونراه كذلك عايش شيخها، ونشوفوا في هذا التقرير مشاهدينا الكرام. عجوزان لم تتركهما عجلة الحياة رغم سنهما الطاعن، ولم ترحمهما قلوب المسؤولين رغم ظروفهما الصعبة. فهنا في وسط هذا الخراب في ديار الشمس بالعاصمة تم ترحيل جميع السكان تقريبا، وبقيت خالتي شلبية وزوجها المسنان يعيشان لوحدهما بعد أن لم يصدر اسمهما في قائمة المستفيدين من السكن رغم تواجدهما هنا لأزيد من 15 سنة. يعني في 15 سنة وانا هنا ملي تبادلنا حنا وليدنا، جات الرحلة نتاعنا الأول ما خرجش النمر تاعنا، ما خرجش الاسم تاعنا. خالتي شلبية تعيش حاليا حياة صعبة خاصة مع زوجها المشلول كليا والمحتاج إلى رعاية خاصة في سنه هذا والذي يتجاوز 94 سنة. ولكن كيف يتم توفير هذه الرعاية له بعد أن تم قطع الماء، الغاز والكهرباء عنهم منذ أن تمت عملية الترحيل مؤخرا؟
علاش لقيتني في الزنقه مرميه، لقيتني تحت لي زركه، راني في داري، راني في شي شاريه الدار بالعقد، هم العقود فوق الباب لاصقين، راني في داري، الا عطاوني السكنه نخرج، ولا ما عطاونيش يحبوا يريبوا نجي قدام المريض نتاعي نشهد ونستغفر نموتوا هنايا. هذا هو دارنا، هذا هو قبرنا. هذه العجوز وبقلب محروق لا تريد شيئا سوى حقها في السكن كغيرها من المستفيدين، لأنها وببساطة تملك عقد ملكية نظامي. لكن الغريب في الأمر أن بعض الجهات المسؤولة تحاول وضعهما في دار المسنين، فمن يسمع خالتي شلبية يا ترى ويرجع لها حقها الضائع. إذا مشاهدينا الكرام شفتوا معنا هاد الصور وشفتوا الواقع المر اللي تعيشوا خالتي شلبية، اللي نرحب بك معنا خالتي، مرحبا بك معنا. والديك بنتي خالتي شلبية في باطمة كاملة فارغة، ساكنة غير انت والحاج، ربي ان شاء الله يجيب له شفاء ان شاء الله. تحكي لنا خالتي شلبية، قلتي حتى انه ولو ريبوا نقعد مع زوجي هنا ونشاهد، وحبوا يريبوا يريبوا لا اله الا الله محمد رسول الله. الله. ما حبوش يعطيو لي، مادام ما حبوش ما عطاو لي، مادام عطاو لي كي انا كي جيران اللي رحلوا ما قالوا لي قبل ما نعطيولكش، وكي يقولوا لي وين نروح، هذه هي داري، البارح داري واليوم دار بنتي وداري. هما لا دركات هي هانيه انا وشيخي تما، الماشينه هاي بدات تريب عندها اليوم الاربعاء 15 يوم اللي بدات تريب، الباطمه اللي على جنبنا مازال تاعنا ثاني رايحين يجيو لينا يريبوا. وانت وينكم ساكنين؟ مكتوبه باسمك الحاجه؟ الخطره الاولى احنا كنا في شوفالي، شرا الشيخ نتاعي البارتما على في دولة بومدين الله يرحمه على كنيب، كان وليدنا هذا اللي شرا في ديور الشمس عندنا، تزوج ودار زوج دراري طفله وولد، شرا في ديور الشمس، كي رحلوا وحطوا رواحهم جاب لي شفت استوديو بيتو كوزينه، قلت له وليدي هذه تليق لي غير انا وباباك، تبادلنا رانا في دويرتنا، ما نحينا رواحنا في لاميري تاع بوزريع، ما سجلنا رواحنا في تاع صلامبي ولا ديور الشمس. همالي جات الرحله نتاع عام الاول، جاو رانسانيا، عطيت هذاك الدبل تاع العقد فوتوكوبي تاع بنتي، دار علينا على باباها، عطيناها لبنتنا في فرنسا تسكن. وعلاش كتبتيها على اسم بنتك؟ ما عندهاش الدار هنا، يا مورانا احنا كي رانا حيين تجي لدار باباها ويماها، وكي نموتوا ربما استاذ هنا هذا هو السبب اللي خلاها ما تستفيدش من مشكلة السكن. القوانين انها جامده، يعني ما فيهاش مشاعر، ما فيهاش احاسيس، القانون جامد. بصح انا كي نشوف بانه في كثير من العمليات تاع الترحيل تاع السكنات يطبق القانون بحذافيره في بعض الحالات، انا نقول باللي كل شيء راه بالقانون، ولكن لا حياه لمن تنادي في كثير من الحالات. الان هما واش طبقوا عليك؟ طبقوا عليك القانون كما لازم، يعني شافوا جبدوا الشهاده السلبيه، لقاو باللي انت كان عندك سكن في ديار الشمس وهبتيه ولكن تصرفتي به بالهبه الى شخص اخر، انت راحت الصفه تاعك، هذا كيفاش طبقوا عليك القانون. بنتك وللاسف نفتحوا قوس كبير مهاجره في فرنسا، يعني ساكنه في فرنسا، المهاجرين مقصيين من عمليه الترحيل، لماذا؟ هل ما همش جزائريين؟ هل ما عندهمش حق يكون عندهم اقامه في الجزائر؟ هل الجزائر هذه يسيروا فيها بعض الاشخاص فقط؟ السكن الاجتماعي يسيروا فيه بعض الاشخاص فقط؟ ما عندهمش حق هما يديروا طلبات ويديوا سكنات في الجزائر، هما ايضا يسيروا في الجزائر. لذلك اعتبروا بانك شغل تحيلتي عليهم، الاداره تحيلتي، نقلتي الملكيه تاع السكن الى بنتك باش انت تستفادي وبنتك ايضا يكون عندها استفاده. هما شافوها من هذا الباب، لان القانون جامد في الاول يعني وفي الاخير. هذا حقهم في السكن. يعطيو لا هما هذه معايير، هل عندهم احقيه في البنت هذا السكن؟ ليها. لا بنتك لا، ما عطاوهاش بحجه ما انها كاش لا بنتك ما عطاوهاش بحجه انها مغتربة. مغتربه ما عندهاش الحق، وحنا فتحنا قوسنا وقلنا باللي هذا ماشي قانون وهذه ماشي خدمه، والجزائر تاع الناس تاع الجميع. ولكن استاذ فقط وهي ملاحظه، ما عطاوهاش لانها كان عندها سكن وتصرفت فيه. ولكن عاودت رجعته باسمها، نحت لها الهبه، لغات عقد الهبه. لا ولكن التنازل عن البيع عن الهبه لا يسجل وغير مشهر، يخرج في شهاده يجيبوا- سلبيه. ما يخرجش في شهاده سلبيه، يخرج في شهاده سلبيه الهبه، يروحوا يجيبوا شهاده سلبيه يوجدوا في بانك الهبة. انت تصرفتي في المسكن تاعك. الهبه البيع كل العقود الناقله للملكيه
يتم تسجيلها واشهارها في المحافظه العقاريه. تكون مشهرة. الشهاده السلبيه هي اساس من السكن، وهذه قوانين عملتها الاداره. قلنا بانه اذا انت ما استفدتيش صرفتي بنتك، واش ذنبها؟ ذنبها انها مهاجره. هل المهاجر ماهوش جزائري؟ حتى هي ماهاش حتستفاد من سكنها. عم داروا اكيد، يعني الدعاية. هذا هو المشكله، هذه هي المشكله. اما لا ضرب كيفاش هاتي، لا انا يا الدار عطيتها لبنتي وهذه بنتي ميقريه ما تديش، ما لا وين نروح انايا وباباها. الحاجه اذا تسمحي لي الله يرضى عليك ندير تعليق فقط. اسمح هذا ما وقع الخالتي شلبيه يعطينا دروس. اولا هذه المساله التبديل وقعت منذ 15 سنه كما قالت في دوله بومدين. انتم الان جيتوا صبتوا عائله تحتل هذا الحيز منذ 15 سنه بدلت مع وليدها، ولكن كاين انسان، كاين شيخ معوق مريض، كاين عجوزه فايته 80 باي حجه ما تعطيو لبنتها ما تعطيو لها ليها. بنتها بحجه انها مهاجره، والمهاجر الجزائري انتم تعرفوه غير في الانتخابات، وهي ما تمدولهاش بحجه انها غير موجوده في الوثائق الاداريه لانها قانونيا في شراكه ولا ما نعرف وين. هذا ظلم. لذلك انا النداء نتاعي، وان كان القانون جامد لكن واضع القانون لازم ما يكونش جامد، يكون انسان. هذا هو الشيخ في الجزائر، هذه الشيخوخه اللي ظلوا تهضروا. هذا وزير والي العاصمه عليه ان ينظر الى هذه العائله بعين الرحمه. ما نتعاملش معهم انا بالكوارت، نتعامل بالواقع. وزيد قطعتوا عليهم الماء. على هنا في فلسطين هذا مواطن فلسطيني جاي اليهود يتعاملوا معه بهذه الطريقه، قطعوا عليهم الماء، قطعوا عليهم تيسيتي، وقطعوا عليهم الغاز. يعني مواطن هذا يتعاملوه باش يخرج. هذه تعامل، هذه انسانيه، هذه الحضاره، هذه نقولوها لهذه الاحزاب لم يتاكلوا بيناتهم هذه الايامات. هاو الشعب هنا وعايش، وهاو انتم هناك عايشين. بس دقيقه سمحي لي والله قلبي ياكل فيا. كيفك طيبي؟ بنتي تجيب لي مسكينه بالقرع نتاع المام ديور المحصول، الاخرى تسكن في العاشور تجيب لي ثاني يجيبوا لي وليدات الحومه ساعات يهديهم ربي نعيط لهم هكذايا، يجيو ساعات واحد لا بخدمته واحد لا كيفاش ديري تريشيتي والحاج لازم يشرب الدواء عندها. هذا وليدي اللي جا معايا كاينين هذوك اللي يتباعوا يشعلوا يتصارجوا، يديوهم بناتي لديارهم ويصارجيوهم ويجيبوهم. قولي لي الحاجه شكون حاب يديك للدار لها جزاء؟ بالتنين ريبون قطعوا لنا الطريق، الجمعه ما تخدمش الناس والسبت ما تخدمش الناس، ولحد البرميي نوفمبر جاني الكوميسار تاع السعاده بالجمعه وتاع لا دايره واحد ولا زوج سيفي، زوج بوليسيه، زوج اللي كاسك. علاش جاوك هادو حين يديروا؟ استنى الحاجه دخلوا الحاجه علاه ما رحلتش، قلت له ما خرجتش النمرو ديالي كي عامل الاول كيسنا. قال حنايا امرونا في لا دايره، قالوا لنا كاين شيخ وعجوزه ما عندهم حتى واحد في ديور السمش، روحوا ديوهم لدار الشيخوخه. قلت له ديو لي لدار الشيخوخه، راني في داري، ما لقيتونيش في الزنقه مرميه ولا تحت لي زركات باش تديوني لدار الشيخوخه. راني في داري عندي ولادي ما نروحش ليهم، راني شاريه دار باش نلقى راحه بالي. واليوم الحاجه واش كيتطلبي؟ طلب يعطيو لي سكنه كيما جيراني، وانا يا راني قاعده تما والماشينه هاي التريب، وعلاش يدوني لدار الشيخوخه؟ كنا في دارنا قبل ما نعطيو لبنتنا، رانا في دارنا كي عطينا لبنتنا ودار بنتنا ما خرجنا وزدنا ولينا صدمنا، ما بعنا للبراني حكمنا المناين تمتعنا بهم. ان شاء الله يكونوا يسمعوا فيك الحاجه شلبيه، ان شاء الله يسمعوا. تسمحي لي ندير نداء للاداره. يقول عليه الصلاه والسلام: ليس منا من لم يرحم كبيرنا. هذه لابد يعني على الاداره وعلى والي العاصمه ان ينظر اليها بعين الرحمه، وزاره التضامن ان تتدخل، نتعاونوا كاع، لان دعاء المظلوم مستجاب. هذه لو كانت في يدها وتدعي ربي عليكم يستجب لها. يعني من غير المعقول ما نمدولاش خاص بنتها مهاجره. واش دخلك انت في بنتها مهاجره ولا في الجزائر؟ استاذ، هل ربما الجانب الانساني يقدر يلين هذه القوانين؟ لا، هي معايير تاع اداره، ولكن ايضا راح تعجبوا معايا. نعم. اذا عرفتوا بان الاداره تسكن اللي كاري وتحوز مول الدار اللي عنده الملك. الله يحفظك والله. انا عندي سكن في عماره الى السقوط بملكي انا ساكن في فرنسا، ناجرها لواحد يرحلوا هذاك اللي ساكن ومول الملك خلاص ما عنده ولا حق.
يعني تظنوا انتم هذه معايير؟ يعني كاش واحد في الاداره يقدر يجاوبنا؟ هذه معايير باليه، معايير قديمه، معايير ما فيهاش شفافيه. لماذا؟ لانها تفتح الباب الى كثير من التاويلات، الى كثير من الشك. ما بقاتش معايير تاع اداره. حبيت نتحي حاجه استاذي، والله نتحي للشرطه اللي عطاو لهم امر باش يخرجوك وجاو ما خرجوكش. ما علاه؟ حبيتش نخرج. اي واش عليه؟ بصح هما لو كان حبوا يستعملوا القوه كانوا قادرين. داروا مجهودهم. ولكن لازم نتحيوا لهم، لان انتهى الوقت هذيك تاع اعطي له امر ويروح ينفذوا مهما كان. لما جاوا شافوا عجوزه كبيره وشيخ مريض، ضميرهم اسلامهم دينهم عقيدتهم ما سمحت لهمش يستعملوا معهم القوه، راحوا خلاوك. ولذلك نقول لهم ما ينفعكمش تقولوا اعطونا امر، والله ما ينفعكم. هذه ناس مظلومين ما تنفذش الامر هذا. شكرا جزيلا شيخ الحاجه. وقت الحصه خلاص، بصح انت نخليك تزيدي. واش حبيتي تزيدي تقولي؟ الا رحلوا لي عطاو لي سكنه نخرج، ولا ما كاش قلت لهم ما نرحل ما نخرج. الا حبيتوا تريبوا ريبوا، الا حبيتوا ما نخرج. الا كان كتب لي ربي إن شاء الله. نموت انا وشيخي هنايا في هذا المكان، ترد من الماشينه نجي قدام المريض ديالي نشهد ونستغفر ونموت هنا. هذا هو قدرنا، هذا هو دارنا، هذا هو مكاننا. ما عندي وين نخرج. الا عطاو لي سكنه نخرج، ولا ما كاش هذاك هو داري، تما قبري، تما نموت انا وشيخي. ان شاء الله. لا اله الا ان شاء الله الله كل خير ان شاء الله. الله. خالتي شلبيه هذه هي. ما رحت لهم قلت لهم ارواحوا خرجوني، ما رحت لهم قلت لهم ارواحوا عطيو لي سكنه. يسحقوا البلاصه نخلي لهم دار يعطيو لي دار، ولا ما كاش راني تما. وراني هدرت، وراني اشتكيت، وراني بكيت، وراني قلت لهم اللي ما سمعوش كي عبد الملك سلال، كي بوتفليقه، كي الوزير الساكن. إن شاء الله كامل سمعوا. انتبهوا واش راهم يديروا اللي تحطوا لهم الامانه في يديهم. واحد ينحيوا حقه، وواحد يعطيو له بالشبعه فوق القانون. حسبنا الله ان شاء الله ربي ونعم يفرج الوكيل. ومازالت سبحان البركه ان شاء الله. خالتي سبحان شلبيه وان شاء الله الحاج ربي يشافي ان شاء الله ان شاء الله. إن شاء يعطيك الله. الصحه خالتي شلبيه. ان شاء الله يكثر ربي خيركم، بلا وربي مزيه. يحفظكم، وربي بلا مزية. يستركم، إن شاء الله نكونوا قدرنا نعاونوك. ينجيكم من البلاء والمصيب، آمين. وينجي وليدات آمين. الامه، يعطيك وربي الصحة. يفتح عليا وعلى امتي محمد ان شاء الله كافة. دعواتك إن شاء مستجابه الله. الحاجه. وربي يعاونكم، وربي ينصركم، وربي يفتح بيبان الخير عليكم. آمين. كيما علينا تفتحونا أجمعين. هكذايا البيبان، نفرغوا قلوبنا، نقولوا واش ضرنا، نقولوا واش صاير بينا، نقولوا كيما يفتح عليكم ربي البيبان آمين. ويعاونكم ان شاء الله. أجمعين إن شاء الله وربي الحاجة. ينصركم ويسمحوا لنا. مشاهدينا الكرام، وكتر انا خيركم. بدعوات الحاجه هذه والسلام ان شاء الله عليكم. نختم عدد اليوم. نتمنى لكم سهره ممتعه مع برنامجنا كذلك ومع باقي برامج قناه النهار. لا تترددوا في الاتصال بنا عبر الارقام اللي حتظهر اسفل الشاشه. نتلاقاو ان شاء الله الاسبوع المقبل في امان الله. كل ما تملك، طلقها وعاود زواج لكن بمالها. يحضر معنا كذلك السيد محمد. السيد محمد اللي كان مريض، يعني مر بفترة صعيبة. خلال هذيك الفترة كتب كل ممتلكاته، كل واش يملك كتبوه باسم زوجته اللي هي أم لأبنائه الخمسة. واش دير بعد سنوات؟ تخدعه، تغدر به، تسلبه كل ممتلكاته كذلك وتروح وترمي لاولاده. مشاهدينا الكرام حين نثريو هذا الموضوع، لكن قبل ذلك نرحبوا كالعاده بالضيوف الحاضرين معنا في البلاتو. معنا المستشار القانوني عبد الحفيظ كورتال. اهلا بك استاذ. شكرا. نرحبوا بالشيخ شمس الدين كذلك. اهلا شكرا جزيلا. مشاهدينا كذلك نرحب يحضر معايا هنا سي محمد. مرحبا بك سيدي. والسيده فضيله مرحبا بك. نبداو مع سي محمد. أنا قلت في المقدمة بإيجاز أنه أنت كنت مريض، مريت بظروف صعبة، ظروف صحية صعبة، ما لقيتش كنت تأتمنوا على دراهمك، على مالك، على دارك. لقيت أقرب الناس ليك اللي هي زوجتك وأم أولادك، كتبت عليها كل شيء. نخليك أنت تفهم مشاهدينا الكرام كيفاش تمت هذه الخيانة، هذا النصب، والآن راك تصارع. أنا أكيد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم ثبتنا. تزوجت مع امرأة في 1986 وبديت حياتي معها. خيرت امرأة تاع دين كما يقول الشرع تاعنا، مرأة تصلي تصوم تقوم الليل ما شاء الله. النعمة وما ترميهاش، كانت ما شاء الله. عشنا طحنا النظر، شفنا 5 دراري. المرأة هذه كانت عايشة معايا مشكاكة بزاف في كل شيء، وانا كنت سوسوة. شريت قطعة أرض، كنت مقاول، بنيتها لولادي. في وقت ما كثروا عليا ضغوطات تاع الدنيا،
هذا بنيان، هادو خدامين، هادو حتى وليت ما نقدرش نصارع الدنيا هذه. وهي وين كنت؟ شكون جاك؟ على ما جاك؟ كيفاش راك زيد الضغط من الدار؟ وغدوه يسيجيونا، غدوه ينحونا الدار، غدوه يجيو لي زامبو، غدوه هادي وضغوطات. رحت عند الطبيب. الطبيب هذايا كان يعطيني حبوب دي زونتي ديبريسيف. شفت الحاله النفسيه يعني كنت ماشي نفسيا ما كنتش كل شهر نروح، كل 15 يوم نروح، كل ما لازم نمشي نروح. ضعفت بزاف حتى وين لحقت، وين صح شكيت بنفسي باللي رزقي راح يروح من يدي. واش درت؟ واول شيء اللي درته هضرت مع الزوجه. نعم. وهي تعدين وعطات ليها عهد الله، والله يشهد. كتبت لها الدار، هذا الله تعالى. خرج العقد على اسمها. كتبتها يعني بحبة خاطرك؟ بحبة خاطري، باسكو نقول لك نقول لك حاجه، نعم. لو تعاود درك الدار تولي على اسمي ما نختار حتى واحد، من حق هي. على 5 دراري 10. لو كانت تحب تخلص مني كانت تقتلني، دير لي شويه بوازون نموت. كانت تحب تخلع وكرهت مني كانت تقول لي بنورمال ونصيبوا حل. نعم. اليوم المراه هذيك طلعت نفسها عندها 30 سنه، ملي راحت وخلاتني في رون بوان دور ما عرفتش كيفاش ندير. يعني كتبت لها، احكي لنا التفاصيل بعد كي ذلك. كتبت لها بعد ما كتبت لها بعد ما كتبت لها التصرف تاعها تبدل. في هذيك لا بيريود ماتت يماها، انا قمت بواجبي ودفنتها. نعم. واش دير؟ كانت تروح لدارهم توجد امور مانيش عارف. نعم. حتى خرجت نخدم، عاودت وليت للدار لقيت المنزل ما كاين دواس، ما كاين فتان، ما كاين حتى شيء. دار فارغه. كي رحت لهم قال لك خلاص مش تحوس هنا ما تجيش دير هنا. ويعني خلال هذيك الفتره اللي كنتوا عايشين كيف كنا نورمال. ما كانش يعني تطلب منك، ربما ما حسيتش انها ربما بين قوسين كانت طماعه في دراهمك؟ لا كنت او كونتري كنت نخلي بالشكاير تاع دراهم في الدار، عمرها ما دارت لي ظروف. أطفالك أين هم أطفال؟ هم عندي، ولادي هم عندي. في 5. في 5 في 4. الخامسه الكبيره الاولانيه راهي عندي معها، هذيك راحت من الاول 20 سنه باش راحت عندي معها. ولكن هي اللي خلاتهم ولا انت اللي استرجعت بولادك؟ نقول لك ولادي ما حبوش يقدروا يعيشوا، ما قدروش يعيشوا عندها، باسكو المنزل اللي راهي فيه اون سول بياس. قبل ما نوليو نروحوا للدراري ونهضروا على حكايه الدراري، شيخ انت واش رايك في هذا؟ يقول لك 10 ما بيناتهم، 5 اطفال، راهي حياه كامله ما بيناتهم. بمجرد انه كتب عليها الدار لانه كان مريض سلباته داره وراحت والله انا اخشى ان هذا المراه تدخل في قول الله جل جلاله: كلا ان الانسان ليطغى أو رآه استغنى. هذه امراه كان زوجها ينفق عليها ويحسن اليها وهو مقاول، فتح الله عليه الخير، واحنا نعرف بان المقاولين عندهم مشاكل. ضاقت عليه هذه المشاكل من كل مكان من كل مكان من كل مكان. فكر، لانه رجل ضعيف، فكر باللي الحل الوحيد يكتب الاملاك نتاعو على مرته، بالك هو يموت ولا يتسجن ولا يهبل ولا ما نعرف شنو، على الاقل يحافظ على مرته وولاده. هكذا فكر. لكن المشكل ان لما كتب لها على اسمها طردته هو ودات المسكن وراحت. ربحت مسكن وخسرت راجل، ربحت مسكن وخسرت اولادها. كلا ان الانسان ليطغى أن رآه استغنى. الانسان كاين بعض النوع تاع الانسان كي يستغنى ويفتح عليها ربي ماشي يزيد يتواضع. هو المنطق المفروضه لما كتب لها الدار على اسمها هي واش تقول صافي هذا الراجل او يحبني او يثيق فيا، التم زيد تشد فيه، زيد تتمسك به، وزيد رجل مريض كما قالوا اعترف لك وصاب يعني دليل ما عندوش صديق ولا صديقه كما يقولوا الان. هي كانت عندها شكوك وشكوك، او بين لها باللي الملك نتاعو كتبوا له، وان كان يعني انت درت خطا، ولكن احنا ماناش اليوم اللي نجي نقول لك درت خطا ولا اصبت. من اي ناحيه الخطا شيخ؟ دار خطا لما كتب لها المسكن على اسمها، لانه اذا كان خاف الموت خليه يموت ويورثه الورثه وهي تورث مع الورثه. اذا كان خايف يتسجن واحد ما حيخرجها من داره يعني. لكن هو فكر هذاك الوقت، احنا ما نحاسبوش كما راهو الان، نحاسبوه بهذاك الوقت. كان فيه هم والهم يغمض العينين ويولي ما يخممش مليح، وكان مريض. صاب الحل الوحيد يكتبوا على مرته في باله. في بالك وشنو نتايا؟ في بالي شوف انا ولادك ما يضيعوش وخلقنا ازواجا تسكنوا اليها. نعم. ولكن ما نسكنش عند زوجتي وما نحكيش لزوجتي اسراري ومرضي وهمي. شكون لمن؟ لا انت احكي لها، ولكن كتبت لها المشكله. معليش كي كتبت لها انا قصدي باش نكرمها وغد وقت ما يصرى لي راه هي المسؤوله.
هكذا امام الله فكرت أنت. ولادها. واش دارت هي؟ قعدت 7 شهور العقد على اسمها، 7 شهور، وهربت من الدار ودات كل ما عطيته لها من مال ورزق. هربت من الدار اللي مكتوبه على اسمها، اللي مكتوب على اسمها هربت منها، فرت من المنزل وراحت لدار يماها في هذيك. غرتها الدنيا. يعني هذا المرأة ما تصيب اختها تنبهها، ما تصيب جداها، خالتها، يماها، خالها، عمها. يعني هذه العائلة كيف توافقون على هذه المسألة؟ يعني دار تروح تكتبها على اختها وهم يعلمون بلي هذه تاع زوجها وتاع اولادها وتاع المستقبل نتاعها. يعني والقانون واش عنده يقول لا في احنا القضيه؟ اولا رانا نهضروا في غياب الطريقه تاعك، يعني ما كانش حق. الان باش نمدوا حق ونكونوا موضوعيين كان من المفروض نسمعوها حتى ايضا هي تقول، على الاقل نسالوها على السبب. يعني خلات دار وخلات زوج وابناء وتروح تسكن في غرفه. يعني ممكن تكون اسباب، ممكن جدا تكون كاينه اسباب، ولكن هي الوحيده اللي تشرحها. نعم. ولكن انا سمعتك تقول بانه بين الازواج يجوز الرجوع في الهبه. لا يجوز الرجوع في ماشي الهبه. انا قلت، قالوا لها لي زافوكا. لا 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 ماشي لا. حتى شرعا القانون لا يصح. القانون واضح. الرجوع في الهبه، الهبه هي عقد انك تمد الانسان شيء ملك تاعك بدون مقابل، واسمه الهبه. انت هبه يعني محبه خاطر. ولكن بين الزوج وزوجته لا يجوز الرجوع الا ما سمح به القانون، لانه الوحيد اللي عنده الحق يرجع في الهبه هو الاب والام مع الابناء تاعهم. لماذا؟ لانه يقدروا الابناء، اذا كل الناس يكتبوا يعاودوا يدوروا عام من بعد يروحوا يقولوا ماكش فيك. احنا نعطيو الحكم اخ محمد. شرعا اذا كنت مريض لا يصح هذا التنازل. واحده. ثانيا الدرس الثاني ونعطيك الكلمه، الشك اذا دخل بين الزوجين راحت الزوجيه. وين هي العائله؟ المراه لما تبدا تشك في رجلها واش درت واش قلت واش كاين وهذا، اذا دخل الشك ولا كذلك حاجه اللي ننبهوا اليها، ما نلوموش المراه فقط، الراجل ما يديرش اشياء اللي تدخل الشك ثانيك. ولكن كيفاش نقضيو على هذا الشك الشيخ؟ هو الوفاء والمحبه. لما يكون وفاء بين الزوجين، خلاص درت يا راجل ودرت مراه تكون وافي لها وتكون وافيه لك. ثم المصارحه وراه العيب ان رجل ولو مقاول وعنده علاقات يطلع الزوجه تاعو على العلاقه تاعو، تولي على بالها واش كاين، هاي عارفه واش صاي. ولكن راجل يرقد وينوض على 3 تاع الليل يروح تليفوني بتخبيها في صال دو بان، هنا تقدر يدير شك. شكوك. نعم. راجل صحابه يكتبهم اسم نسوي، الانسان اللي معاه يكتبهم اسم رجل، ولا المراه كذلك. بمعنى يعني عليكم ان تقتلوا الشك بين الزوجين. شكون اللي يقتلوا؟ الوفاء والصدق والمحبه. نعم. وهل نديروا النيه والثقه؟ لابد من نيه وثقه. ما كان زواج بلا نيه وثقه. انت باش تقدمت لهذه المراه سقسيت عليها، عجباتك، عجبك مالها، رحت خطبتها، عقدت عليها، جبتها عروسه، كورتاج، الورد، فرحان، زغرتوا عليها، دخلت لدارك بالنيه. هذه على دخلت لداره بالنيه. نهار طاح وحصل ولا رايح يهبل، خمم يكتبها يمة ولاده. 5 دراهم ماناش نحكي وعنده طفل ولا زوج. نهار كتب لها على اسمك رحتي كتبتيها على اختك. محمد سؤال اخير ليك. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللي عندك 8 سنين ما شفتهاش، نعم. ربما يتشوف فيك، واش تقول لها؟ تكلم معاها، شوف استغلها كفرصه. بنتي هذه الكبيره، هذه بنتي، شنو نقول لك باختصار فقط من فضلك محمد. شنو نقول لك، خطبوها غير ما حضرتش ومانيش عارف. هذه حاجه. كيف فتحوا عليها؟ مانيش عارف. لا ادري، لا ادري ما يفعلون. انت الولي انت شرعا. وليدي خطبت له انا وفتحت له انا، يما ما حبش تحضر. يعني راني ندخل في مأساة. عيطنا لها وعيطنا لها وبكى لها وكذا. نفهمك، المأساة راهي تزيد تكمل، راهي تزيد. نعم. وفي الكلمه الاخيره واش تقول؟ اخي واش نقول لك، الله يهدينا. نعم. الله يهدينا، الله يهدينا ان شاء الله. نروح محمد مع هذا الفاصل الاشهاري مشاهدينا الكرام. بعدها حنتواصلوا مع السيده فضيله اللي سبق لي وقلت انه زوجها استغل شبابها، شقى عمرها وسلبها كل ما تملك. اذا فاصل ونواصل. مجددا بكم، نروح مباشرة نرحب بك سيدة فضيلة، مرحبا بك معنا في البرنامج. قلت أنه سيدة فضيلة شقات، خدمتي وعييتي، كبرتي ولادك 3، درتي ثقة كذلك في زوجك اللي قاسمك همومك وقاسمك أفراحك. اكتشفتي في الأخير أنه دالك كاع واش عندك، دراهمك، كل حاجة، كلش. عاود زواج بعد ما طلقك. تفضلي احكي لنا حكايتك.
أنا زوجت في سنة 1973. عرفته هو في هنا، عرفته في لافاك. بون كنتوا طلبة ربما. فوالا Des étudiants كنتوا. étudiants. Voilà. On s'est mariés après voilà donc on s'est mariés en 1973. كيفاش وقفتي معاه؟ ما كان عنده والو؟ عاونتيه فينانسييرمون؟ عاونته كان ما عنده والو فينانسيرمون. حل كنا étudiants، بعد راح العسكر كي خلص دار سيرفيس ميليتير. انا كنت في دار عند مواليه، ومن بعد ولا جا خدم هنا في لا فارماسي سونترال لا بي سي ا تاع الجزائر. نعم. وانا كنت نخدم في السبيطار كيف هو سيده لي وانا سيده ليا. جبت ولاد معاه وحل لا فارماسي فين نسكن. يعني ديجا قبلتي انك تعيشي معاه في دار في شومبره واحده؟ كنا هنا. باباه اللي خلانا كان عنده بيت ستوديو. كنا مازال كيما صغار. دونك وانت حالتك الماديه كيفاش كنتي؟ كذا في داركم؟ في دارنا كنت ايزي يعني؟ ايزي نو سومي فامي ايزي جوست. كنتي ماديا يعني؟ نو 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 جو مونكي دو ريان. كنت عايشه مليح بكوا. مالغري تو سا قبلتي به؟ مالغري تو سا قبلت نسكن في بيت خاتم ما جابوليش باش خديته مام سا ريان كوا. il avait rien du tout. حل فارماسي عاونوه خوتي باش حل فارماسي، كان ما عندوش خوتي اللي حلوا له. فوا حل فارماسي كان يعني خلاص عنده دراهم، عنده دراهم مصدر رزق. جوي انا كنت نخدم في السبيطار. خلي فوالا وهذه بيناتنا قال لي بالفم يعني درت له كونفيونس. قال لي انت عندك شهريه نواسيو نصرفوها، وي، وانا عندي حليت لا فارماسي ديك دراهم نحطوهم دكوتي ومن بعد نشريو. كنتوا تدخروا؟ نبري فوالا تاعي دراهمين نحطوهم دو كوتي كومون دي اون فا اشتي ولا اون فا كونستروير. امنتو. هو ملتم بدا يخدع فيك ربما؟ ملتم انا ما على باليش كان حسابات. هذا ماشي مخ اللي عنده ماشي كالكولي في راسو. الوغ كنتي تصرفي بلا ما انا اللي كنت تحسبي نصرف على الدار. رحتوا بالنية عندنا هكذا اللي عشنا احنا في دارنا ما كانش الخدع. نعم. الشيخ كسؤال، هل اولا يجوز للمراه انها هي اللي تنفق على دارها حتى لانه زوجها يخدم لاباس به، وهل هي اللي تنفق؟ هو اللي قديم. نعم. أنا فهمت من كلام الأخت الكريمة أنها اتفقت مع راجلها، هو قال لها دراهمك نعيشوا بهم ناكلوهم ودراهمين نخبوهم باش نبنيو، باش نديروا بهم مستقبل. صح، هذيك هي. في النهاية خرجت المرأة لا دراهمها ولا دراهمه، لأن هذا رجل خان الأمانة. راك تسمع، راك خنت الأمانة وراك كذبت على المرأة وراك كليت لها دراهمها. الشريعة واش تقول؟ اسمعوا، الشريعة واش تقول؟ نفقة المرأة على بيتها حق، ماشي واجب، حق. المرأة حقها، حبت محبة خاطر كما نقولوا. محبة خاطر، هي حبت شيء ثلاجة الله يعاونها، ما عندها دراهم، ما حبتش دراهمها. شعل من المرأة، ها هي واحدة منهم فحلة كي راجلها قال لها يا ودي نتعاونوا، انا ازواج صغار جدد، بابا عطانا بيت في دارو، شهريتك ناكلوها وشهريتي نخبوا نفتحوا صيدليه وبالدراهم تاع الصيدليه نبنيو فيلا ونبنيو. صدقاته راجلها. كيف ما تصدقوش؟ ما لازم تصدق راجلها، ما عندهاش في راسها الحيله، ما جات من عائله تاع كذب وحيل. قالت راجلي صحيح. في النهايه طلقها بعد ما كلا دراهمها. نعم اكيد صح. ولذلك هذا الرجل قد جمع بين خيانة الأمانة وبين الإثم تاع مرته تنفق عليه، يعني الآن حبيت نعطيه السؤال باش يسمعني الرجل. هو لما قال لك دراهمك ناكلوهم ودراهمين نديروا بهم مستقبل، كان ياكل في دراهمك ومن بعدها بدراهمه هو راح تزوج ودار مستقبل. لازم يعرف اللي الدراهم اللي بنى بيهم ولا دار بيهم مستقبل ولا تزوج بيهم راهم جزء من المال تاعك، لأن ما كانش ممكن يخبي. لو كان ما كنتش تعاونيه. دوكا ما اكزاكتومون فوالا. وي بيان سور. واش بالدراهم يكون عنده لو كان ماشي دراهمك اللي عشتوا بهم؟ انا اللي كنت نقضي بالدراهم، انا اللي نطيب انا كلش. هذا رجل قد ظلمك وما حكيتيناش في النهايه طلقك ولا واش وقع؟
جبنا التراب، انا جبته ستادير راجل اختي اللي جاب لي التراب، قال لي فوالا ولا حبيتو كاين ان لوت تيغان تاع المينيستير دو كوميرس، انت راك في بيت ولا حبيتو قلت له وي باش نبنو. فوالا. درت كونفيونس ما حطيتوش على اسمه هو كيف، وبنينا من بعد بنينا. على من كان الاسم والتراب على من درتيه؟ هو عليه هو كان باسمه. عليه اسمه انا درت شكون اللي شرا؟ كونفيونس. شكون اللي خلص التراب؟ هو اللي خلص. وي. مي قالوا لي انا مال اخوتي قالوا لي اشريها انت حطوا على اسمك، قلت له عيب انا عندي راجل ما نحطوش عليا. مي هو كان عنده سيده اللي ديجا حل دوك شرا ديك التراب حطوا على اسمه. مي انا اللي كنت نصرف على الدار. انت اللي بنيتي. خليني نفهمك. شوفي انت لازم ما تلوميش روحك، راكي تفهميني بالدارجه واش راني نقول. تحبي ندورها فرنسي؟ ايوي انت لازم ما تلوميش روحك علاه، لانك انت مشيتي معاه بالصدق بس والنيه. انا رحت بالنيه. دوكا كاين قطعه تعاود، انت ما تجيش فاسك تقولي نكتب على اسمي، حسي شغل عيب. عيب. ولا كاين ضار ما تجيش فاسك تقولي اي صايره الان هذه المساكن اللي تمدها الدوله البيبي وهذه اي صايره الان هذه القصه. انت مراه جزائريه ما تجيش فاسك تقول رايحين تشوفوا قطعه تقول له لا اكتب شغل تقولي لي ندخل في الشك بيني وبين راجلي. والله غير شرفتي التصرف المنطقي العاقل، لكن هذا الرجل يعني ظلمك، لأن ما يجوزلوش ياكل أموالك. اسمح لي الشيخ. نعم. ولكن الشيخ أيضا ما نقدروش نرغموا راجل أنه يعيش مع مرأة بالسيف. أبدا لا أبدا. لأنه احنا هذا السيد هذا غير موجود، ولكن ما نعرفوش أسباب تاع الطلاق تاعو ولا أسباب اللي يعاود عليها الزواج. ولكن أيضا ثاني ما نقدروش نقولوا للمرأة تعيش مع راجل 10 سنوات ولا 20 سنة ولا 30 سنة بعد الطلاق تقول له رجع لي واسترف في الدار. لو كان تبعت كلامي أستاذي أنا ما تكلمتش كاع على الطلاق، تكلمت على المال اللي كلاه لها. ما تكلم انا ما جبتش كاع موضوع الطلاق على طلقها. هي في الاول والاخير حياه مشتركه، يعني تقاسم حياه، هي شراكه، هي شركه. الان انا نسمع بانه هذه القطعه التراب اللي بنى عليها الدار خلصها بامواله، ما يهمش الامر. يعني اموالها اشترك كاين اموالي باش كان لا هي اموالي ثاني اموالها شكون اللي كان يبني على الدار. 40 سنه الدراهم يوليو نخبيو هو صح بيني وبينك 40 سنه كي تقولي 40 سنه. لو كان نقولوا كنتي تاخذي غير 3 ملايين في الشهر 40 سنه راكي عارفه يطلع شاطر. ومن بعد بنينا بدا جبنا التراب وكنت نعس شاك فوا يقول لي قريب نبنيو نبداو نعس عسيت والو. عندنا تراب في سنه 1984 وهو بطا في البنيان ما على باليش وعلاه، ودروك على بالي دروك قالوا لي بس كان عنده مرأة الأخرى كان يصرف عليها. ما كانش يصرف عليها هذاك ما يصرف كان ما قالت لي كان خلي نحطو بكوتي بنا دابور في دارهم. هذا المرأة الأخرى مزوج بها ولا في الحرام ولا واش؟ لا دروك اللي جاتني 30 سنة من بعد اللي قالت لي جات عندك المرأة هذه؟ قالت لي قالت لها واش كاين بيناتكم؟ قالت لي فتح معايا في 1996 فاتحة يعني جا الإمام فاتحة معها وكان ما على باليش لا أنا لا ولادي نعرفها كانت تجين عندي تاكل عندي حبيبتك. لكن سيدة فضيلة 42 سنة انتم كيف في الآخر لحظة اكتشفتي أنه تزوج عليك كلا لك دراهمك، كيفاش عشتي كل هذيك الصدمة هذيك كيفاش تلقيتيها؟ وي جو موكوبي دو مي زانفون سي تو il m'a laissé tomber pour ainsi dire. أنا في 1000 كي زاد الأخراني 1884 قال لي أنا فوالا il m'a dit exactement je suis vieux. واش معناتها جو سوي فيو؟ واش معناتها كان علينا 35 سنة. قال لي سي موا جو سوي فيو. أنا كنت في البيت ساكنين في البيت. انا معناتها قلت راه زوج بزاف زوج صغير ولا ما على باليش، وهو كان عنده مراه اخرى. كي قال لك جو سوي فيو كان مزوج يعني. ما ليسي تومبي بوغ انسي دير ما يدير ما على بالو لا بيا لا شنو هي الحاجه اللي خلاته يروح لمراه واحده اخرى؟ ابخي كاع واش درتي له عام؟ لا ما درت له والو غايه دو تو. راني هنا يجي يقبلني جوستومون علاش ما جاش يقبل؟ ما كنت كذابه، ما كنت ندير كلش.
واش راكي تطلبي اليوم؟ علاش جيتي؟ جيت وكان انا حبيت وكان طلق نورمالمون كما الناس كاع. انا سكنت هنا في الجزائر وعلاه كي طلق قالوا انا من نهار تزوجت في 1973 انا ساكن في دار بابا في البلاد. هي واش النقطه تاعها؟ النقطه تاعها كان لابد من تبليغها في المسكن الزوجي بقضيه الطلاق، رفع عليها قضيه الطلاق وعملها العنوان تاع الاهل تاع الاب تاعها. وانا جامي سكنت هذا في دار خرق بابا للقانون. عمري لا شوفي هذا خرق للقانون. الماده 40 من قانون الاجراءات المدنيه فوالا تتحدث عن الاختصاص، باش نبسطوا الاختصاص الجغرافي، بمعنى المحكمه المختصه باش تشوف اي نزاع في قضايا الطلاق هو المسكن مقر المسكن الزوجيه. يعني تسكنوا في مثلا تسكنوا في بني مسوس، المحكمه هي محكمه بير مراد رئيس التي تنظر في الاختصاص. انتم ما سكنتوش في برج ملايين، محكمه برج ملايين ما عندهاش. ولكن المشكله انه لما يرفع عليك دعوه القاضي ما يقدرش يعرف. القاضي ما يقدرش يعرف انك تسكني في بني مسوس في محكمه برج ملايين، والحضور تاعك ماهوش وجوبي باش تحضري، لانه الصلح يندار مع الزوج او مع الزوجه اللي يرفع الدعوه. ليس شرط حضور الطرفين بعد عده محاولات صلح. الان القاضي تاع برج ملايين دار في راسه المنطق يقول بانك تسكني في برج ملايين، لانه العنوان تاع برج ملايين، خاصه اذا كان تكليف بالحضور استلموا الاب تاعك ولا اخوك ولا المفروض غير يستلموا التكليف يخبروك. يخبروك كي يخبروك تروحي للمحكمه تاع برج ملايين تقولي انا ما نسكنش هنا وتدفعي شهاده الاقامه تاعك في بني مسوس وتدفعي اي شيء. يخبروك لما يروح للمحضر القضائي الويسي جوستيس يروح لداركم، يروح عند باباك وعند يماك عند خوك عند خوك في العنوان تاعكم. ما بعث لحتى واحد. انا كي قال كنت في فرنسا جوستو عند ولادي، عيط قالت ما لا تليفوني مع في lui a dit voilà je veux divorcer. fin novembre قال انا 31 ديسمبر يلزم نطلق. كان على بالي نورمال هنا يبلغ لهنا. كنت هنا من بعد جيت هنا نعس لا كونفوكاسيون ونعطي لا كونفوكاسيون باش نروح نوقف معاه. ما والو. ولكن دخلت لا فيلا دخلتها en 2004. دخلتها en 2004 هبلني خلاني حتى سقمتها. ويدخل شربان يشرب الخمر يشرب ويسب لي سبايب تما طيشني ما ميز على بورت. يقول لي واش راك دير هنا؟ روح لدار باباك. وكيفاش فاضله كي تقولي لا فيلا كيفاش انت خدمتي وصرفتي بنا اون فيلا ومن بعد انت حاوزك منها خرجك منها وجاب واحده اخرى صغيره عليك وراهي عايشه هذا ندير لك واحد هذا من بعد. وعلاه قال بنتو نطلق جمنا ديسمبر نطلق باسكو حب يجيبوا واحده اخرى اون تروازيام. سي لا تروازيام. لا دوزيام هذيك ثاني كان ساكن عندها. الي جون هذه صغيره لا تروازيام. الي تري جون. الي جون على لاج دو سافي. الناس اللي قالوا لي راهي عايشه في الفيلا اللي انت بنيتيها في داري وفي قشي. خلاص انا كي قلتي لي هذا الرجل يجي سكران لبيته انا عارفنا العقل تاعو واش فيه. هذا ابخي ما قالها جو سوي فيو عاود تزوج للخطره. Il m'a dit je suis vieux à l'âge de 35 ans. Et lui il avait une autre femme. Ce qui fait qu'il m'a délaissé. Mais moi je m'en foutais, j'avais mes enfants, je m'occupais de mes enfants seulement. هذا رجل على حسب واش فهمنا انت تخدمي عليه وواحده اخرى ساكنه عندها، وحده مسكناته ووحده تخدم عليه ويا دار الثالثه واش ثانيك. فهذا الذي قلنا هذا انسان ظالم، هذا من الظلم. انني خايف عليه يعلم الله، لان 40 سنه هو ياكل لك في دراهمك. ما يخافش من 40 سنه. ما كاش الموت الناس كاع يموتوا غير هو. ولكن شحال عشتي معاه؟ 40 سنه. ولكن 40 سنه هو كان ايضا يشرب الخمر كانت الامور عاديه ماشي بيناتكم، ولكن لما يطلق كان يعني فقير هذاك الوقت. لا كان فقير. كان يسكن عند باباه عطى لهم بيت. كلا ان الانسان لا من يطغى 73 من 1973 انا في البيت. كاين واحد الفكره غير محببه في المراه الجزائريه ولا الرجل الجزائري يعيش معها 40 سنه ولا تعيش معها 40 سنه كي يطلقوا يبداو يحكوا على بعضهم ما كان يدير. لو كان ما طلقوش واستمرت الحياه ما يهضروش على الاقل يبحث حاجه زعما. كاين حتى اللي زوجها يسرق ويجيب لها المال ما تهضرش، ولكن لما يطلقها تبدا تقول كان يسرق. نعم. بس كي كنتي عايشه معاه ما طلقكش لما تقوليش كان يسرق. السنه يقول لك فكرني واسمك. فضيله. كان فقير ساكن في بيت عند باباك. كي عاونتيه وفد روحو دار صيدليه ولا عنده دراهم والفيلا
الفيلا جديده لازم لها مراه جديده. نعم، واش تقول هذا لنا ما في كان. الختام سيده فضيله؟ واش تقول لنا كلمه اخيره؟ Moi, j'ai été trompée. Je n'en reviens pas justement qu'il ait divorcé de cette manière, c'est tout. كان سوء تطبيق القانون في القضيه تحل، لانها علمتني بانه حتى في المحكمه العليا دارت طعن في حكم الطلاق على اساس انه غير مختصه محكمه برج منين، ولكن ما عطاوهاش الحق. ونظن انا انه خطا في تطبيق القانون، لان الماده 40 واضحه، خاصه اذا قدمت ادله بانها ما تسكنش في برج منين، تسكن في بني مسوس. المفروض هذا الحكم ينقض من طرف المحكمه العليا. شكرا جزيلا استاذ محمد. واش تقول لنا في الختام؟ الله يداوينا ويشافينا من الامراض هذو، كاع نموتوا غدوه كيفاش نقابلوا ربي برك. Oui. هذا ما كان باش نقابلوه بهذه العداوه عيب. Moi, c'est quelqu'un qui est sans صح foi احنا ni مسلمين loi. صح، حسبنا الله ونعم حس الوكيل. احنا الصح مسلمين. الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا اللي أنا نقولها، الظلم لازم نحاربوا الظلم، جاء من رجل ولا جاء من امرأة. ماشي يجيو يديروا لنا قانون يعني نظلموا غير الرجل ونخلوا المرأة، لا، هذا رجل ظلمته امرأة، هذه امرأة ظلمها رجل. أنني حبيت نقول حاجة لزوجك إذا ويسمعنا، والله لازم تخاف على روحك، لأن الظلم ظلمات. وسيدنا رسول الله قالنا أوصيكم بالقوارير، المرأة الضعيفة، يعني تصور 40 سنة وأنت تاكل من مالها، ووقت وجد في دراهمك باش تبني فيلا وتجيب مرأة جديدة، في النهاية تطلقها وتخرج صفر اليدين. يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. شكرا شيخ. يشرب الشراب ودار هكذا، واللي كانت تصلي وتعبد ربي ليل ونهار ودارت حسبنا الله هكذا. ونعم الوكيل. غرتها المادة هذه. ما غرتش الماده وكان قردتها، معليش هي مدتها. المادة هي مدتها. نشكركم. كلا إن الإنسان لا يطغى. نشكركم كثير. نشكركم، يعطيكم الصحة اللي جيتوا معنا وحكيتوا حكايتكم وكنتوا مثال وقدوة كثير من الناس، كثير من الأزواج. قاشي والطابو نعم. هذاك طابو بزاف بزاف، سكتنا صحيح. 13 سنه وساكتين. يعطيكم الصحة، شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى ركن ويبقى الأمل، لكن بعد هذا الفاصل. إذا عودة مجددة بكم مشاهدينا الكرام في ركن ويبقى الأمل لسهرة اليوم. تحضر معنا خالتي شلبية اللي تبلغ من العمر 88 سنة. خالتي شلبية اللي راهي تعيش حياة مزرية، راهي تناشد كل السلطات، هي وشيخها يعني زوجها اللي يبلغ من العمر 94 سنة. خالتي شلبية عندها طلب واحد، راني حابة قبر ليا والشيخي في هذه الدنيا. الزميلة إيمان جوادي تنقلت لديار الشمس، نقلت لنا وراهي عايشة خالتي شلبية ونراه كذلك عايش شيخها، ونشوفوا في هذا التقرير مشاهدينا الكرام. عجوزان لم تتركهما عجلة الحياة رغم سنهما الطاعن، ولم ترحمهما قلوب المسؤولين رغم ظروفهما الصعبة. فهنا في وسط هذا الخراب في ديار الشمس بالعاصمة تم ترحيل جميع السكان تقريبا، وبقيت خالتي شلبية وزوجها المسنان يعيشان لوحدهما بعد أن لم يصدر اسمهما في قائمة المستفيدين من السكن رغم تواجدهما هنا لأزيد من 15 سنة. يعني في 15 سنة وانا هنا ملي تبادلنا حنا وليدنا، جات الرحلة نتاعنا الأول ما خرجش النمر تاعنا، ما خرجش الاسم تاعنا. خالتي شلبية تعيش حاليا حياة صعبة، خاصة مع زوجها المشلول كليا والمحتاج إلى رعاية خاصة في سنه هذا والذي يتجاوز 94 سنة. ولكن كيف يتم توفير هذه الرعاية له بعد أن تم قطع الماء، الغاز والكهرباء عنهم منذ أن تمت عملية الترحيل مؤخرا؟ علاش لقيتني في الزنقه مرميه، لقيتني تحت لي زركه، راني في داري، راني في شي شاريه الدار بالعقد، هام العقود فوق الباب لاصقين، راني في داري، الا عطاوني السكنه نخرج، ولا ما عطاونيش يحبوا يريبوا نجي قدام المريض نتاعي نشهد ونستغفر نموتوا هنايا. هذا هو دارنا، هذا هو قبرنا. هذه العجوز وبقلب محروق لا تريد شيئا سوى حقها في السكن كغيرها من المستفيدين، لأنها وببساطة تملك عقد ملكية نظامي. لكن الغريب في الأمر أن بعض الجهات المسؤولة تحاول وضعهما في دار المسنين، فمن يسمع خالتي شلبية يا ترى ويرجع لها حقها الضائع؟
اذا مشاهدينا الكرام شفتوا معنا هاد الصور وشفتوا الواقع المر اللي تعيشوا خالتي شلبيه، اللي نرحب بك معنا خالتي، مرحبا بك معنا. والديك بنتي طول خالتي عمركم. شلبيه في باطمه كامله فارغه ساكنه غير انت والحاج، ربي ان شاء الله يجيب له شفاء. ان شاء الله. تحكي لنا خالتي شلبيه، قلتي حتى انه ولو ريبوا نقعد مع زوجي هنا ونشاهد، وحبوا إيه. يريبوا. يريبوا لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام. ما حبوش يعطيو لي ما دام ما حبوش ما عطاو لي، ما دام عطاو لي كي انا كي جيران اللي رحلوا ما قالوا لي قبل ما نعطيولكش، وكي يقولوا لي وين نروح، هذه هي داري. البارح داري واليوم دار بنتي وداري. هما لا دركات هي هانيه انا وشيخي تما. الماشينه هاي بدات تريب عندها اليوم الاربعاء 15 يوم اللي بدات تريب. الباطمه اللي على جنبنا مازال تاعنا ثاني رايحين يجيو لينا. يريبوا. وانت وينكم ساكنين؟ مكتوبه باسمك الحاجه؟ الخطره الاولى احنا كنا في شوفالي، شرا الشيخ نتاعي البارتما على في دولة بومدين الله يرحمه على كنيب. كان وليدنا هذا اللي شرا في ديور الشمس عندنا تزوج ودار زوج دراري طفله وولد، شرا في ديور الشمس. كي رحلوا وحطوا رواحهم جاب لي شفت استوديو بيتو كوزينه. قلت له وليدي هذه تليق لي غير انا وباباك، تبادلنا رانا في دويرتنا. ما نحينا رواحنا في لاميري تاع بوزريعه، ما سجلنا رواحنا في تاع صلامبي ولا ديور الشمس. همالي جات الرحله نتاع عام الاول جاو رانسانيا، عطيت هذاك الدبل تاع العقد فوتوكوبي تاع بنتي دار علينا على باباها. عطيناها لبنتنا في فرنسا تسكن. وعلاش كتبتيها على اسم بالنوتي؟ بنتك؟ ما عندهاش الدار هنا يا مورانا احنا كي رانا حيين تجي لدار باباها ويماها، وكي نموتوا ربما استاذ هنا هذا هو السبب اللي خلاها ما تستفيدش من مشكلة السكن. القوانين انها جامده، يعني ما فيهاش مشاعر، ما فيهاش احاسيس. القانون جامد، بصح انا كي نشوف بانه في كثير من العمليات تاع الترحيل تاع السكنات يطبق القانون بحذافيره في بعض الحالات، انا نقول باللي كل شيء راه بالقانون، ولكن لا حياه لمن تنادي في كثير من الحالات. الان هما واش طبقوا عليك؟ طبقوا عليك القانون كما لازم، يعني شافوا جبدوا الشهاده السلبيه، لقاو باللي انت كان عندك سكن في ديار الشمس وهبتيه. ولكن تصرفتي به بالهبه الى شخص اخر، انت راحت الصفه تاعك، هذا كيفاش طبقوا عليك القانون. بنتك وللاسف نفتحوا قوس كبير مهاجره في فرنسا، يعني ساكنه في فرنسا. المهاجرين مقصيين من عمليه الترحيل، لماذا؟ هل ما همش جزائريين؟ هل ما عندهمش حق يكون عندهم اقامه في الجزائر؟ هل الجزائر هذه يسيروا فيها بعض الاشخاص في اخر العمر ينحي الاب تاعو ولا الام المسكن ولا اي شيء عقار ويطردوا؟ القانون او المشرع باش يحافظ باش يطبق العلاقه يخلي الاب والام يرجعوا، ولكن المفروض ايضا علاقه الابناء بالاباء هي نفس علاقه الزوج بالزوجه. ممكن الزوجه يعني انا نحير كيفاش يسمحوا للاب والام يسترجعوا من الابناء تاعهم وما يسمحوش للزوج او الزوجه يسترجعوا. نفس الفكره، يعني الابناء يستلبوا الاباء تاعهم في اخر العمر، والزوجه ايضا يعني مع زوجها، لانه اصلا ما كانش لا يحاسب الزوج والزوجه على السرقه، ما يتحاسبوش على النصب، على كثير من الاشياء. ولكن كيفاش في الهبه لما زوجها تسلب زوجها كما تحكي انت بالنيه عقار، ومن بعد لما يحب يعاود يسترجع يقول له ما عندكش الحق، كاين فقط بين الاصول والفروع. هذا ايضا شيء غير منطقي في القانون. نبي نسالوا اذا تسمح لي، الزوجه تاعك لما كانت عندها شكوك كما قلت، نعم، انت مقاول، كانت عندها شكوك بلي عندك علاقات نسويه ولا شكوك في المستقبل كما قلت الضرائب والمشاكل؟ دوك نقول لك كل ما قلت شكوك في النساء، هكذا شكوك في الضرائب، شكوك علاش سالتك؟ لان اللي خلاتها. نعم. شوف انا اليومنا هذا راني نسال نفسي الشيء، حتى والشيء اللي درته انا ما كنتش في عقلي، انا ما كنتش في عقلي. يعني كان عندها ولو نسبه انه كان عندها الحق. نسبه. نعم. وبالكوارت اللي كانت تبعتهم العارضات للمحكمه باش تخلع نفسها مني وتطلق مني، كانت تقول لهم هذا السيد مريض مهبول يدير. وصح انا كنت مقلق، انسان انا طومبيرامون تاعي مقلق، بصح مقلق ماشي مقلق تاع عنف ولا اي انسان نروح له شي هذا. نعم. يا شيخ عندي انا علاش سالتك؟ لان الشك لما يدخل بين الزوجين يدمر كاع العائله. اول يوم احنا نحوسوا الاصل الشك. نقدروا نقولوا هذه ما غرتها الدنيا كذا، ولكن لا ما تحوش الدنيا. اذا دخل الشك بين الزوجين يدمر العائله. المراه هذه يمت ولادي
مهما نتكلم عليها الناس كانوا حاسديني فيها. الناس حاسديني فيها. واش الشيء اللي خلاها تدخل الشك؟ المحرشين يا استاذ، الحرش. هذا كلام لعله صحيح. الحرش انا شفناه، انا عملنا وطلعوا وهبطوا وداروا وصنع هو مع فلان ومع فلان انا مقاول. كل هذا نعم محمد، وكيفاش كانت الصدمه تاع هذه القضيه عليك؟ عليا انا تاثيرها نقول لك، خممت نقتل روحي. كيفاش عشتها كذلك؟ خممت نقتل روحي، تصابني موطات الضاله. لا حول ولا قوه. قعدت نخسر في روحي، نرمي روحي من الضاله. جات بنتي هذوك راه 22 سنه. استغفر الله. لا حول ولا قوه الا بالله. قالت لي بابا لم تخلينا. هبطت. غدوه من ذاك خممت، قلت الطريقه هذه اللي راني نحكمها مع ولادي انا واعره بزاف. كانوا كاع صغار 5 سنين. كيفاش عيشتهم؟ كيفاش كبرتهم؟ عامين وانا فام دو ميلاج. بعد كل شيء ما عندي، حتى وين نخدم كلونديستان. وانا بعد ما كنت في العز، كنت لاباس بيك، كنت ماهوش المال انا عندي هو الاخر في الدنيا. كنت نراهم بعينيا، طيب لهم انا، غسل انا، فرش انا، نقضي انا، في المسجد نذبحهم انا، في ليسي انا، الصيام انا، في الصغير طهرته انا. واش نقول لك، وين يروحوا معاهم؟ الكبيره راهي تقري في الجامعه، الثانيه راح ان شاء الله في مدرسه القضاة، يعني ينجحوا كلهم. الثالثه راهي بيولوجيست تروزيام اني، الله يبارك. الثانيه راهي دوزيام اني تفك، والاولاد الاخراني كاع 5 سنين الحمد لله والحمد ربي. هذا العام يجوز الباك، راه ان شاء الله ربي ينجحوا كذلك. ينجح ما عنديش هذاك شك. هو نجاحك وهذيك هي الفرحه نتاعك. وهذاك الشيء الحافز اللي خلاني انا دوك نوقف وجو دينونس. انا مش محتاج الدار، الدار الاخرين سننا هنا في القبر. قلت لها يا مراه هيا الدار اللي قرعتك وراكي مقرد، هيا بيعيها وقسميها لولادك، خليهم يشوفوا حياتهم. ماني قادر نزوج بنتي، ماني قادر نزوج وليدي، ماني قادر، هذه تريب قدامنا الدار هذه، ما قادرين نديروا والو فيها. كان جات على اسماء نرفد روحي وانا نروح وقسكني مع ولادك. ماشي سهل صحيح. ما نقول لك 12 سنه وانا في الحلول ولادي ولاو مرضوا من الشيء هذا، قالوا لي روحوا نكروا ايار. محمد قدر يخرج من الازمه هذه، من الصدمه هذه، مازالك تعيشها ولا قد انا فاهمك مليح. الصدمه هذه نسيتها، عرفتكم نسيتها، انا مخليها لله. من يتقي الله يجعله مخرجا. واليوم راني نخدم والحمد لله، راني مع وليداتي كي يشوفهم ديجا قدامي والناس تقول لي ما شاء الله واش ربيت. والحومه كاع والناس كاع تشهد. وكيفاش حتى الاولاد تفضلوا انهم يقعدوا معاك وما يروحوش عند امهم؟ تو سامبلومون. لحد الان مازالهم معك؟ لا لحد الان. وجبت لهم مرت اب، تزوجت. نعم. وعندي مرة ثانية، وعندي 2 بنات معاها. عندي شهر ما شفتهمش. من المشاكل هادو هاد دوزيام فام جبتها، هما خطبوها لي وكانوا كي خوتهم وكلهم تشربوا معاهم كل شيء. عندها 3 سنوات بدلت كومبليتمون، يعني بدلت كومبليتمون. حتى الزوجه الثانيه يعني يا ودي ما شنو نقول لك، هاي دوموندات التطليق وانا نستنى في التطليق، وان شاء الله بربي ان شاء الله ما مادو دراري زوج اللي ما عندها. أنا عارف بلي ما راه يعني استغل الفرصه محمد، ولو تحدث طليقتك واش تقولها اولادك؟ شو نقولها الله يهديك. يمات ولادك 5. الله يهديك، الله يهديك، نموت وما ندول. كاميرا مقابلاتك كذلك محمد، واش رسالتك نداءك؟ كل واحد يتقي الله. ربما كذلك الازواج هذوما كل واحد يتقي الله. رسالة ينحوا المال من الطريق، ينحوا المال ما كاين والو في الدنيا. المال ماهوش هو كل من عليها فاني. الله يرحمك والله. نخلصوا غدوه نموت، دوك نخرج انا نوصل داري بالك نموت، بصح نموت سالم. نموت معليش يدولي كل شيء، وعد ربي ندي كل شيء. وعلاش حبيت تجي اليوم فتحت لنا اليوم قلبك؟ اليوم حبيت نجي لهنا باش ندير الميساج هذا. انا ماشي القانون اللي نحوس على القانون ولا نحوس على الدين، نعرف تكون ديني. مثال ربما. نعرف ديني. يا ناس ما تخلوش ولادكم يرحموا من يديكم، باسكو امانه، واعطينا الامانه على الجبال فابى ان يحملها وحملها الانسان انه كان جاهلا ظلوما. حنا ظلمنا انفسنا، حنا حكمنا الامانه. والامانه ماشي غير كلمه، ماشي غير تربيه، هي عطاء، حنان، هي موده، وهي طيبه. صح انا كنت مريض بصح انا بعقلي الحمد لله. نعم شكرا. نشكر الله سبحانه وتعالى. تفضل. هذا درس شيخ. نعم. سمعتوا بالعنف الاقتصادي في القانون. العنف الاقتصادي يحكيوا وسمعنا في الاشهر الاخيره يقصد به الرجل، يعني الرجل الذي ياخذ اموال المراه. نعم. الان القانون كيفاش هذا الانسان هذا كيفاش يقدر يحكي عن عنف اقتصادي؟ في القانون ما عندوش حق، لان القانون منطلق من ان الرجل هو الذي ياخذ اموال المراه. نعم.
ولا يوجد العكس في اتجاه واحد يعني. في اتجاه واحد. الان نحن امام حاله القانون ما يحكيش عليها وغير موجوده في قانون العقوبات. يعني العنف الاقتصادي هو المراه التي تاخذ الرجل الذي ياخذ اموال المراه وليس العكس. لانهم قعدوا قاعده ان العنف لا يكون الا من الرجل الى المراه. ما جاش في بالهم ولا ما حبش يجي في بالهم باللي يقدر يكون عنف من المراه تجاه الرجل. الدرس اللي ناخذوه من الاخ محمد ان الانسان ولو يعني يمرض ولا يضعف ولا علاه يروح يكتب املاكه على مرته، ولا ماشي لازم مرته على بنته ولا على اولاده، وهذه ايضا مشاكل في العائلات. مشاكل. احنا ماذا بنا انسان ولو عندك املاك الله يبارك، صح المسكن تاع الزوجيه كما يقولوا، خليه على اسمك يا اخي، انت ما حاوزتهاش. انا نلاحظوا انت ما طلقتهاش. كنت مريض يا شيخ. وانت مريض. كي نجي نقول نقول لا كي نجي نقول لا صح. نقول حسنا نسال الاستاذ. شيخ هل فقدنا الثقة ربما فيما بين الأزواج؟ لا نسأل الأستاذ هل تصح الكتابة الإنسان مريض؟ واحد مريض راك تقول كنت مريض. ما عندي كوارتين ملي كنت مريض. يقدر يكتب مسكن. لا تصح، ولكن الموثق كي يدخل عنده انسان مريض باش يكتب له او يبان على الملامح تاعو بانه مريض، في الحاله هذه يطلب من الاهل تاعو يقول لهم جيبوا لي شهاده طبيه، لانه في العقد يلمح ويذكر ويحدد بانه كان في كامل قواه العقليه. اذا شاف عنده نوع من الامراض الظاهره نعم. يطلب من الاهل يقول لهم جيبوا لي شهاده طبيه، انا ما نقدرش هذا الانسان يكتب له. ولكن في عقده اذا راجع العقد تاعو يوجد هل هو دار العقد في كامل القوى العقليه ام لا. اذا فتحنا الباب انني ما كنتش في حوالي العقليه